قبل ما نبدا لكم قصتي بغيت نقول لاي واحد عزيز عليه هذا الشيء هذا واش يقلب فيه يحبس، خصوصا اللي كيقلب على هذا الكتاب هذا غادي تعرف علاش في الاخر ديال القصه. قصتي بدات عام دابا تقريبا في شهر 11 اللي فات، ولكن نرجع بكم شويه اللور باش تفهموني وتفهموا حتى القصه ديالي كيفاش غادي تبدا. سميتي رشيد، كنقرا هاد العام هذا في الباك. الوالد عنده محل ديال النجاره والوالده ربات بيت. عايش انا وثلاثه ديال خوتي كاملين كبر مني، وحنا كاملين دراري وانا هو الصغير فيهم. كل واحد فيهم شاد بيت، انا هو داك اللي بنادم ما كيلقى معاه حتى شي مشكل. خوتي بغاو يشدوا البيوت صافي ما كاينش مشكل، انا كنريح غير في الصالون. جات الظروف وخرجوا من القرايه واحد تبع الاخر، خصوصا انهم مقاربين في العمر بيناتهم عامين. انا عندي 18 عام دابا، خويا مهدي اللي كبر مني عنده 24، انور اللي كبر منه عنده 26، وكريم اللي هو الكبير فينا عنده 28 عام. هما كاملين خدامين مع الوالد في المحل ديال النجاره. المحل غير صغير ماشي شي حاجه كبيره، ولكن قاضيين به الغرض. طلبات فيه قلال بحكم اننا ساكنين واحد شويه خارج على المدينه، بالضبط في بن سليمان. دونك داكشي اللي كيخرجوا الوالد من داك المحل ولا خوتي كيصرفوه على راسهم، ما عندناش وما خصناش. داكشي اللي كيخرجوا الوالد من المحل كيف ما قلت لكم راه كيصرفوا عليا انا والوالده، ولا حتى هو الدار ولا كانت خاصها شي حاجه. اما خوتي كل واحد فيهم راه تيصرف على راسو، كاملين مبلين، ولكن ما تلقاش معاهم المشكل. دراوش وكيحنيو الراس. العام ديال الباك كيف ما عند اي واحد احسن عام كيدوز عندي، واخا كان فيه بزاف ديال الستريس، وبحكم انني تبدلت من المدرسه اللي كنت فيها ومشيت لمدرسه بريفي حيت من قبل حياتي كامله وانا تنقرا في المخزن. الوالد قال لي غادي نتقاتل معاك هذا العام هذا باش تجيب شي نقطه مزيانه، خصوصا انني شافني فاش كنت في السيزيام كنت كنقرا، كنت كندير مجهود وكنتقاتل باش جبت 15. قال لي ماشي مشكل، الباك نتقاتل معاك فيه وندخلك البريفي. في الاول ما قبلتش، قلت لي الوالد راه غادي غير نزيد عليك وانت راه تابعك المصروف والكريديات ديال الدار راك عارف. قال لي ماشي مشكل، راكم عارفين الوالد فاش كيدير معاك شي بلان بحال هكا راه ما خصكش تحشمو، دونك ضروري خوكم تيقرا على راسو. عمرني غيبت شي نهار، والايام اللي ما تنكونش كنقرا فيها عمرني غيبت القهوه. السبت والحد ديما في القهوه. بعد مرات حتى فاش كنجي من المدرسه مع ديك الساعه ديال العشيه كنريح مع الدار كندير معاهم كسكروط وكنتحرك القهوه. ما عرفتش علاش، ولكن القرايه في الدار كتجيني ثقيله بزاف، ما كنقدرش نكونسونطرا فيها مزيان. دغيا كنت مع شي حاجه، سواء الوالده كتقول لي اجي عاوني في شي حاجه ولا سير تسخر ولا الصداع حدانا، بحكم اننا ساكنين في واحد الزنقه فيها الحداده. كنمشي لواحد القهوه وتنريح فيها. القهوه تيريحوا فيها غير دوك الشراف بنادم شايب والفوق. كيف ما الفوق ديال اي قهوه راك عارف كيجيو لي كوبل والحبان. تلقاني انا الوحيد اللي تما مريح بوحدي، شاد واحد الفوطوي وطابله مسرح فيها الكتوبه كاملين، ضرب لي زياد في ودنيا. هاد باش نزيد عليكم، لي زياد في ودنيا ما كنحيدهمش بزاف فاش كيبغيو يقراو كيبغيو يتكونسونطراو. انا ضروري خصني لي كودير في ودنيا الموسيقى، ولكن الا كان صداع بزاف ديال شي لعيبه ما نقدرش نتكونسونطرا معاه. ولكن الموسيقى ما كاينش مشكل، وماشي زعما شي موسيقى هادئه ولا لي زانستريمون اللي كالم، بالعكس كنخدم الراب في ودنيا كاع، نحس بيه بحال كيعطيني شويه ديال الموتيفاسيون. بنادم في ديك القهوه ولا كلشي كيعرفني. في الاول خوتنا اللي كانوا كيطلعوا كانوا كيضايقوا واحد شويه، كيبان لك بنادم ما كيزعمش تما وكذا انت راك عارف، ولكن من بعد ولا كلشي عاطيني شي قاري وكلشي خدام على راسو. حتى من السرباي ولا تعرفني وتوجد لي البلاصه ديما، كنحافظ لي الوقت ديالي معاش كنطلع تما ومعاش كنخرج. ينفوش نوصل للباب ديال القهوه تنحضر راسي وتنطلع نيشان. البلاصه ديالي عارفه غادي تكون خاويه، السرباي ما كيخليش شي واحد يجلس فيها في ديك الوقيته اللي كنكون انا غادي نريح تما. ماشي دويش معايا كاع، كنت بلاصه كنضرب لي زيات، ومن بعد 5 ديال الدقائق كنلقى قدامي طاليان في الطاس كنلح في هذيك 2 سكرات اللي كيجيب ليا، 2 سكرات صغار مع القوشه نبدا نحرك ما حتى سخونه. قبل ما نشربها كنستنشقها مزيان تنشمها، كنحس بحال كتحل ليا دماغي. كنضرب مع واحد الجغمه ديال الماء وكنصيفط الجغمه من ديك القهوه وتنريح تنبدا خدام. خوكم ما تيحملش المواد الاخرين بحكم انني داير سيونس فيزيك، السيونس والفلسفه غنسى. خوكم موضر فيهم ما عارفهمش شنو كيقراو فيهم، ولكن الماط والفيزيك عندي معاهم. يمكن حيت ولفت الخدمه في السيزيام وطلعت معايا لاباس، وليت كنحس بهم ساهلين بزاف حيت مبقاش خاصني نضرب واحد الشوط طويل بزاف باش انني نفهمهم. دابا صافي تمارين خفاف لعيبات كنلقى راسي ديما اجور معاهم. كانت دازت الدوره الاولى بخير، كنمشي للامتحانات كندخل غير الماط والفيزيك كنطنطنوا فيهم، لونجلي حتى هي غير الافلام اللي داروا معايا فيها مزيان وصافي. اما الفلسفه ديما خوك جايب فيها 5 أو 6. هاد الاس في تي عمرني جبت فيها المعدل، ديما حتى هي 6 7 8. هادشي هادو غير
الباك بالعربيه ماشي تبيوف، حيت واحد الفرونسي بلا ما نعاود لكم عليها خوكم موضر فيها ديال بصح. السيزيام ما عرفتش كيفاش جبت فيها 14 في الجهوي، ولكن العقل ديالي حفاظه. واحد الاجتماعيات والتربيه الاسلاميه ما نعاودش لكم، درت لهم فوتوكوبي ودخلتهم للدماغ. الدماغ ديالي كيفونكسيوني بواحد الطريقه غريبه بزاف. في الحفاظه ما كنبقاش غير نحفظ صافي، لا خصني ضروري نحط قدامي الكتاب ونكون انا اللي كاتب هذاك الشيء، ونبقى غير كنشوف فيه. تخيل معايا كنبقى غير كنشوف داك الشيء وكنطلع عينيا من الفوق حتى لتحت، كنلقى راسي مسكاني ديك الورقه. كيجي النهار اللي تندخل فيه الامتحان صافي الورقه بحال قدامي. بعض المرات في الامتحانات كنت كندخل بنادم كتلقاه كيدور في عينيه، انا والو محني على ديك الورقه كنكسل في الستيلو ما كاينش الضحك. بنادم تيشوف فيا ما تيفهم حتى شي حاجه. واحد اللحظه الاستاذ كان تا هو بدا كيشك فيا، حيت الطريقه اللي كنت كنكتب بها ما كنوقفش كاع وما كنستراح. الاستاذ بدا كيشك فيا وتيقول خونا هذا راه يمكن مدخل معاه النقله. واحد المره بنادم في قسم كلشي واحد في واحد المقال تحط لنا في التاريخ، الا انا ما كنتش كنخلي ديك الفراغات والو. اي درس كنا كنحطوه كنمشي كنتك عليه. الباراغراف اللي بديناها الفقره اللي كتبناها الدرس قبل ما يكمل كنمشي كنتك عليه كنسكانيه مزيان. دونك فاش دخلنا الامتحان هي بغات تحط لي داك الامتحان دخلت بديت كنكسر في ديك الورقه. الاستاذ بلي بحال التيرونجا قالت خونا هذا ما بانش ليا فيه. حبس الامتحان ديك الساعه قال لي نوض انت يوقف. ما قال لي نوض وانا نشوف فيه بنادم كلشي بدا كيضحك، كلشي حط السيلو ديالو بدا كيشوف فيا. كانوا كيتسناوني نكون هاز النقله ولا شي لعيبه، ولكن الاستاذ هي ما يقلب فيا. قلت لي ساليت يا استاذ؟ قال لي لا مازال. بدا كيقلب لي في الجيوب ديالي وتيقلب لي في لا دروس تحت السيلوات تحت الطاوله. تيقول لي غير قول لي فين مخبي النقله. قلت له استاذ واش ضروري النقله؟ الا بغيتي نتعرى كامل نتعرى دابا ولكن عطيني ديك الورقه وغادي نكتب هذاك الشيء. بنادم بدا كيضحك. قلت له عرفتي شنو غادي يجيك مليح يا استاذ؟ بقى كيشوف فيا هو مازال ما فاهم والو. زيد ديك الطاوله ديالو اللي كيريح فيها القدام جريتها وانا نحط الوسط. بنادم كلشي مقابل معايا. مشيت للطاوله ديالو وانا نهز منها السيلو واحد السيلو زرق. قلت لي شابت السيلو والورقه غادي نقضي الغراض. ما فهم والو ريحت تما. قال لي لا غنوض نرجع لبلاصتك. قلت له والله ما غادي نرجع لبلاصتي باش اخر مره تقدر دير معايا بحال هكا. ريحت في ديك الامتحان تما بنادم ما فاهم والو. بنادم كيدور في عينيه وانا مكسل على ديك الورقه. ساعه ساليته معاه نضت وانا نعطيه الورقه ديالو. قلت لي راه النيه صافيه يا استاذ. صراحه ديك السيزيام داز في سكال تا هو الاستاذ ديال الاجتماعيات كان كيحتارمني بزاف وواحد التربيه اسلاميه في الراس. المهم الباك بحكم انني دخلت للبريفي عالم اخر عاوتاني. بنادم نقي في حالته كيجي في الصباح ضارب حطار ويحه الدريات تا هما. اما في المخزن وماشي في كاع المدارس بطبيعه الحال غير المدرسه اللي كنت فيها. اش نقول لكم الخوت بنادم كيجي بحال كان خدام في شي جلسه يجي كامل مغبر الريحه ديالو بحال شي واحد ما مدوش شي 3 سنين. عاد داك النوع اللي كيضربوا ديك السيرفيطات اللي ما كيبدلوهمش كاع كيتريني بها كينعس بها كيمشي بها للبحر يجي بها للمدرسه كيخدم بها كيدير بها اي حاجه. كانوا كيقلبوني الخوت. واحد الوقيته قلت هادشي هذا ما خدامش معاهم وانا نوليت انا واحد منهم. خرج منه الوالد واحد المره كنتقداو الحوايج تبنت لي غادي الجهه ديال الكوبرا والتي ان. تقديت واحد الكوبرا من تما واحد النويكه تا هي هاد السيرفيت ضربت واحد الكاسكيطه تا هي وانا ندخل على بنادم ما فهم والو. نورمالمون كتلقاني ديما ضارب شي جين وشي سبرديله نقيقيه تكون كلاس واحد شويه الفوق شي تيشيرت سالينا. ولكن ملي دخلت لهم ديك اللبسه بنادم ما فهم والو. بديت كنمتوى معاهم انا باللغه ديالو. هاد اللعيبه هادي عرفتني على بزاف ديال الدراري. اكرم اللي مازال معاه لحد الان، انور، عثمان، عصام وشله ديال الدراري كل واحد وسميه عنده في شكل. زعما السميات اللي مسمي لهم انايا اللي مسمي عليه الشاقور اللي مسمي عليه الفرده. ولكن الدراري ما يفوتوكش صراحه واخا الظروف ما كتعاونش ماديا ولكن يموت معاك ولا كنتي مع راجل يعطيك بلاصتو وتبات. المهم الدراري واخا تحولت انا للمدرسه ديال البريفي العلاقه ديالي بهم ما تقطعاتش ديما تنتلاقى بهم خصوصا انور الشاقور. واخا هو في المخزن والديه ما قدروش يخلصوا ليه البريفي ولكن الدري تيقرا ماشي غير تيقرا. الشاقور راه كيدير اي حاجه تيقرا الدريات الزو السفريات فاش ما جيتي الحطاج في اللبس التشرميل اي حاجه ماشي تفهموش ليه الدراري اللي بحال هكا تلقى دماغو خدام في كل شيء. خونا الوقت كامل هو مكونسونطري. المهم كان هو ضرب اكثر مني كاع في السيزيام واخا هو ديما كان خارج وانا ديما كنت عاطيه الحفاظه. فلما تنسولو كنقول له الشاقور دخل عندي يا صاحبي قول لي كيفاش درتي هذا الشيء هذا. قول لي شوف خدم غير العقل يا صاحبي خدم غير العقل ورك سمارت نوت هارد. فاش دخلنا الباك النيفو ديال الشاقور ما نقصش بالعكس تزاد
كان ديما كيعاود لي على القرايه تما والنقاط، ولكن قال لي باللي المدرسه تما ولات عنده مخيبه. قال لي بنادم غير طلع للباك صافي كلشي قلب وشو، كلشي ولا كيضرب غير على راسو. بقاوش الدراري كيف ما كنتي كتعرفهم. الدراري الاخرين ما بقيتش كاع كندوي معاهم، انا والشاقور ديما كندوي واتساب ولا شي لعبه، ولا كنتلاقاو في القهوه. كنا معظم الاوقات كنبريباريو مع بعضياتنا. المدرسه عندنا تنقول لكم الخوت كتنقول لي بنادم ديما راح ضاعت اللبس، باقي الصراحه ما زعما حتى شي واحد. واخا ضرب الدوره الاولى كامله تعرفت على شي دراري تنوقف انا وياهم بعد مرات في الساحه صافي، بعد تندخل تنجلس في بلاصتي. تخيلوا معايا خوت الدوره الاولى كامله دازت وانا واحد الدريه في القسم ديما غير كنشوفو في بعضياتنا، مازال حتى شي واحد ما زعما الاخر. المشكل الكبير هو اننا في القسم دايرين جروب في الواتساب ومازال حتى شي واحد ما قدر يدوي مع الاخر. الشاقور ما كنت كنخبي عليه حتى شي حاجه، باش كنقول ليه النقاط اللي كنجيب، داكشي اللي كيدوز في الامتحانات، كنعاود ليه حتى داكشي اللي كيدوز في المدرسه. هاد اللحظه هو يقول لي ومالك اصاحبي؟ قلت لي كيفاش مالك؟ قال لي شنو خدنا تخلى شي واحد اخر تخلى تتسنى؟ قلت لي الصاد راه الباك هذا وخصني نركز، انت راك عارف. قال لي شوف هاد الهضره هادي راه تيقولها غير داك بنادم اللي ما قادر على والو، تيقولها غير باش يكالمي راسو ويكذب على راسو واحد شويه وما يخليش داك التانيب الضمير يجي. الا كان عندك راه عندك اخالي، الدريه وغادي تقرا من الفوق مالك. قلت لي دابا بقى المشكل في كيفاش غادي ندخلها. قال لي شوف بنتي لي انت راك وليتي كترطاب، دخلتي لديك المدرسه وليتي واحد منهم، نسيتي داكشي اللي كنتي مدوزو في السيزيام والسانكيام، نقلتي على ديك الروينه اللي كنا منوضينها ولا لا؟ قلت لي وياه بصح. قال لي هو بين ليا من ديك الوقيته ديك السيمانه اللي جات من ورا الجلسه اللي كنت انا والشاقور، الشوفات ديالي مع البنت بداو كيتزادوا. كانت سميتها هبه، خدنا كات الطياره في لونجلي، حتى في المواد الاخرين كتقرا ولكن كتبان لي غير كتحفظ. الماطور فيزيك غير كتحفظهم، كتحفظ التمارين كيفاش داير وكتجي تحطوني عشان في الامتحانات. كتبان لي ما كانتش فاهمه مزيان. كانوا دايرين جروب واتساب كان بنادم تيلوح فيه التمارين اللي ما فاهمهمش والو، انا عمرني دويت فيه ولا صيفط فيه شي ميساج خوكم فاهم كلشي وجاري مع المجاري. بعد مرات بنادم تيلوح شي لعيبه ما فاهمهاش كنبدا نضحك عليه خراق ليا. واحد النهار باقي عاقل عليه مزيان، كان نهار الحد في الليل، السد ديال الفيزيك كان عاطينا واحد السلسله ديال التمارين. كان في هذاك الشيء مطنطن الصراحه، عندنا واحد السد ديال الفيزيك ما كيتفهمش هو الرجوله وضحوكي، ولكن مع ذلك اجي شي ما مخرجش عنده ولا شي لعبه كيدي يضحك فيك بنادم، خصوصا هو كانت فيه الخبره وكيولي غير مطلعنا هاد المدير يبقى داوي معنا حتى هو غادي يهبطونا. قلت راه نوض ندير ليه ديك التمارين، كنت كنحمل ندير التمارين ديك البريباراسيون اللي كنت كنديرها في شي كتوبه اخرين بحال سيكما ولا ديما ولا 20 كنت متكي عليهم كاملين. المهم قلت راه ندير لهاد خونا هاد التمارين. شفت ديك السيري بنادم كيبان لي في الواتساب كل شويه ميساجات بنادم ما فاهمش السيري جاتنا صعيبه كذا، شديتها كنشوف فيها قلت هاد السيري هادي خاصها واحد نوار. ما كنتش كنتعطل في بحال هاد اللعيبات، عمرت الشكاره ديالي هزيتها وانا نتحرك ديك الساعه للقهوه، لقيت البلايصه ديالي عامره. ولكن خونا مع شافني طالع وينوض من تما هو الدري ديالو، وانا ماشي اول مره غادي يجي. مشيت عنده قلت له خليك اخويا، قال لي لا ويلي انت الاول. قلت له الله يحفظك ليا. مشى وريح في واحد البلاصه اخرى وريحت انا تما. اين فوا طلع عليا السرباي نوار درت معاه داك الغيتويال ديك الطوقوس ديالي، حيت فيها ديك جوج سكرات خلطت وانا نشم ديك الريحه، صافت واحد الجغمه منها وجغمه بالماء حتى هي كنشلل بها فمي. ضربت لي زياج في ودنيا وانا خدت واحد الديسك ديال السباتون قديم سميتو لابيل، ما طلقتو صافي الدماغ ديالي وي اكتيفي مود سبور. تشكيت على ديك السيري كامله ويلا هادي لي واحد فيها بنادم تمرين تابع الاخر، ما كاينش الغلط وما كاينش الوقوف، حتى لقيت راسي ساليتها. ضدت من تما وانا تمي راجع للدار. اللحظه اللي غادي نتمي فيها راجع للدار كندوز ديما على المحل ديال الوالد، لقيت عنده واحد الراجل كبير في العمر مريح عنده تما، شاد واحد الكرسي كان ضرب واحد الجلابيه في الكحل، ولكن ديك الكحل ديالها ما كانش عادي، كان واحد الكحل كيبان مجهد بزاف. هو عمرني شفت بحالو، عمرني شفت شي لباس بحالو. السيد كان ضارب واحد التقاشر طوال وواحد البلغه كانت كبيره، مريح دير واحد الامامه فوق راسو وكيشوف في الوالد. ما ديتهاش فيه، قلت راه غير شي كليان عادي. المهم قصدت الدار ريحت، الوالده بانت ليا موجده المسمن معمر، كتكون جاي من ديك القهوه كيكون فيك واحد الجوع الخيال العلمي. بديت كنتكى على ديك المسمن، حط نص ساعه ويدخل الوالد هو وخوتي ريحوا معنا بداو تياكلوا حتى هما. ندور عند الوالد تفكرت داك الشيباني اللي كان مريح عنده، قلت لي ديك الراجل عمرني شفتو هنايا. قال لي اين راجل؟ قلت لي الراجل اللي كان مريح معكم قبيله اصاحبي في المحل، ديك الشيباني السيد كبير كان لابس واحد الجلابه في الكحل، هو راه شعرو شيب واللحيه ديالو شيبه. الوالد بدا كيشوف فيا قال لي واش كميتي شي حاجه في القهوه؟ قلت لي راه فيك ريحه الكارو. قلت له لا الوالد ما تحمقنيش، السيد كان شاد كرسي ومريح معكم للداخل. عطيته الوصف ديالو بالضبط، قال لي بان لي هذا اللي كدوي ليه هو الوالد.
قلت ليه ويلي شدي مالو جا. قال لي الله يهديك اصاحبي سير نوض اذا كانت عندك شي حفاضه نوض تحفظ، راه ما كاين حتى شي واحد وما جاتنا حتى شي واحد اليوم بديك المواصفات اللي قلتي دابا. كنت راه يمكن بديت كنتخيل مع ديك القهوه ولا، ولكن في راسي راه بقات لي الفكره لاصقه. لا راه شفتو مالي كنت كنتخيل ما يمكنش. المهم تحركت للصالون شاد التليفون وكنسركل في اليوتيوب، بعد مرات انستغرام كنموت على القصص القرايه والقصص. قصص تخليوني بحال كنخرج من العالم ديالي. هذه هي الطريقه الوحيده اللي كنريح بها دماغي، كنحس براسي كنت سولاجا. كنطلق قصه في اليوتيوب كنبدا نسمع ليها مع راسي، واحد اللحظه كتقطعني واحد نوتيفيكاسيون كنهز نشوف كنلقى عاوتاني من داك الجروب ديال القسم، واش بنادم مكلخ ولا ما عرفتش مالو. كنشوف شكون اللي مصيفط ميساج كتبان ليا هيبه هذا معلم صيفط واحد التمرين ما فهماتوش حتى واحد ما مخرجو، الميساجات من وراه كلشي كيقول حتى انا ما فهمتوش حتى انا ما عرفتش ليه. يلا بديت كنكتب لهم وغادي نلوح لهم الحل ديالو. جبت حدايا الوراق غادي نصور ونتفكر الهضره ديال انور. قال لي دخل عليها مشيت عند نيشان البريفي. تخيل الميساج اللي غادي نقول لها شنو هو. قلت لها ما كانش كصحاب لي انت يمكن لخات على الدرجه، وصفت حدا داك الوجه اللي كيضحك. قلت لي ورا التمرين صغيب شنو غادي ندير؟ جاوبتني ديك الساعه. قلت لها غادي نصيفط لك الحل ديالو شحال تخلصيني، وصل راه عيد ميلادي قريب. قالت لي هو صافي حتى عيد ميلادك. صورت لها الحل ديك الساعه واخا هكاك ما فهماتوش. بديت كنشرح لها، من بعد ما شرحت لها كتبات لي داك الشيء وبقينا داوين. اش نقول لكم الخوت شدينا الليل كامل من عزت الليله حتى لشي 12. المهم غد لي في المدرسه اول حصه ديال الفيزيك بدا شي دور لي على بنادم مخرج. شافني انا وهيبه اللي مخرجين. سد الفيزيك عارفني شديد وما كنتش فلاش. قال لي نوض خرج تمارين كاملين. سد الفيزيك ما عجبوش الحال فاش شاف بنادم كامل ما فاهمش واحد الدرس. المهم متنا السبوره ما كاين لا ورقه لا جوج، كنكتب هذاك الحلول وتنخرج عز معايا غير الورقه ديال التمارين فيزيك في الراس. دارت السيمانه كامله. تخيلوا معايا الخوت هيبه كنت كندوي معاها غير في الواتساب صافي، واخا هي كتقرا معايا في نفس القسم. كنا كندويو غير في العشيات فاش كنمشي للدار، وفي القسم ما كندويوش كاع. واحد النهار حتى هي اللي سولاتني قلت لها علاش ما كندويوش في القسم. ذاك النهار كان نهار 3 بالضبط. قلت لها صافي غدا جي عندي. علاش كتضحك؟ وقالت لي لا انت اللي جي عندي. قلت لها كتحلمي ما جيتيش انت غير نساي انا ما غاديش نجي. قلت لي عرفتي شنو تسناني برا القسم. قلت لها صافي غد ليه نهار الاربعاء. الحصه الاولى كانت ديال الماط، فوا سالينا الماط خرجت برا القسم. صراحه ما نكذبش عليكم قلبي كان كيضرب. هاد اللحظه هي توقف عليا بديت كنشوف فيها وكتشوف فيا. قلت لي ويلاه انا كندورو وكنتمشاو في المدرسه كنت افيشاو بنادم كلشي كيشوف فينا ما فهمتش كيفاش. هاد اللحظه وقفنا في الساحه، هي واقفه جهه الحيطه وانا واقف عليها قدامها قريب لها بنص متر، واقف ديريكت معاها وعاطي ظهري لبنادم وكنشوف فيها وكندويو. الهضره ديالنا في الاول كانت عاديه، كنت عارفوا على بطيئتنا. بديت كنعاود لها المدرسه اللي كنت كنقرا فيها شنو كان كيدوز فيها، وبحكم انها حتى هي جات اول عام لها في المدرسه هذه بدات كتعاود لي على المدرسه اللي جات منها شنو كان كيدوز فيها وداكشي. المهم ضربت تقريبا واحد السيمانه بحال هكا. حتى واحد النهار الفيقه ديالي في الصباح نهار 2 بالضبط غادي نفيق الوالد كيصوني لي التليفون وتيقول اواه. نوضت مشيت عندهم ديك الساعه. الوالد بان لي عينيه مغرغرين. قلت لهم مالكم؟ قال لي ولدي جدك مات. قال لي جمعوا الحوايج ديالكم دابا. بدينا كنجمعوا الحوايج ديك الساعه. خوتي تا هما كيجمعوا الحوايج بحكم ان جدي ساكن بعيد واحد شويه ماشي في بن سليمان. الوالد ديما تيقول لنا راه جدكم راه ساكن بعيد وساكنين معاه واحد 2 عمامي وعمتي ما مزوجين ما والو غير مريحين تما. كنا كنسولو الوالد فين بالضبط ساكن، حيت لا باقي عاقل راه مشينا عنده شي 3 ديال المرات صافي، ولكن في ديك الوقيته كنت مازال صغير ما عارف والو. من بعد ما بقيتش انا كاع كنمشي كان كيمشي غير الوالد صافي. المهم هبطنا داكشي للطوموبيل ركبنا واش حركنا. الطريق كانت بعيده بزاف، اش نقول لكم راه درنا واحد 5 ديال السوايع تقريبا غاديين واش ندخلوا وسط الجبال وغاديين كنخرجوا من الخريطه. ولكن الطريق كامله كنت شاد غير بديك الديسك ديال السبات واللابيل شي ديسك اخرين وصافي. بعض المرات حتى الناس ما كنتش قادر ندوي معاها هيبه ديك الساعه هما كانوا قارئين وانا غيبت اول مره اللي هي غادي نغيب. المهم غادي شادين الطريق واحد اللحظه تا وصلنا لتما كنشوف واحد البانو كتب لي مكتوبه فيه ايميل شيل. هاد البلاصه هادي جات تقريبا قريبه شويه للرشيديه، ولكن باش توصل للرشيديه خصك عاوتاني تضرب واحد الساعه ونص ديال الطريق. المهم هاد البلاصه هادي جات غير في الجبال صافي. من الاخر اللي كنتي كتسمع بديك المغرب المنسي راه هو هذا. كنت كنشوفو شحال هادي غير في التصاور ما كانش كيسحب لي بلي راه بنادم بصح عايش بحال هكا. حطينا الطوموبيل ودخلنا تمينا داخلين مع واحد الطوار تا وصلنا. شنو نقول لكم الخوت كتبان لي ديك القبيله كامله مجموعه تما بزاف ديال الناس كلشي كيتباكى عيالات رجال دراري صغار كبار كلشي واقف قدام ديك الدار. وليت تيشوف تما تيقول سبحان الله العظيم. جرنا وتمينا داخلين وسط بنادم
حتى وصلنا للباب وكان واحد عمي تما. سلمنا عليه وبقى كيعنك فينا، كان ظريف بزاف. دخلنا لداخل وكان عمي الاخر وعمتي، سلمنا عليهم. الوالد دخل البيت، جدي كان يلا مات هذاك الصباح. جينا واقف حدا الباب والوالد بوحدو اللي داخل عند جدي. كيبان ليا كيبكي وكنسمع الصوت ديال البكا ديالو. واحد اللحظه خرج والدموع في عينيه، قال لي دخل بوس لي راسو الا بغيتي تشوفو لاخر مره. تميت داخل الخوت، سدو لي الباب، خليته شادني الخلعه بالله. اول مره غادي نوقف حدا شي ميت، ولكن الخلعه اللي غادي تشدني بصح هي في اللحظه اللي غادي نحيد ليه الغطاء على وجهو. ما كنحيد ليه الغطاء وكنت باغي نبوس ليه جبهتو صافي، يديه تجمدو ليا. راسي حبس من التفكير وبديت كنعرق. خوت كان هو نفس الراجل اللي كان في المحل عند الوالد. ما يمكنش، بصح انا جيت صغير شفت جدي ولكن ما كنتش عاقل على الصوره ديالو مزيان، كانت كتمشي ليا مره. ولكن دابا فاش شفتو مزيان وكنت واعي عرفت باللي خوت جدي هو اللي كان عند الوالد في المحل. حتى واحد ما يقدر يحيد عليا من فمي. بس لي راسو ما بغيتش نبقى نفكر بزاف. خرجت من تما ديك الساعه، بنادم مازال كيتباكى، شي كيجيب الماكله، شي كيبلي في واحد الكيطون تما برا، كلشي كان مرون وانا واقف بعيد وكنشوف. واحد اللحظه جات عندي الوالده قالت لي مالك؟ قلت لها والو. بقات كتشوف فيا قالت لي راك ما بنتيش ليها عاجبني، كل شي حاجه في المدرسه. قلت لها ويلي الوالده راك عارفه انت راه كنقضي الغرض في المدرسه، النقاط كاملين مزيانين. قلت لي ومالك؟ قلت لها الوالده راه واخا نعاود لك راه ما غاديش تيقيني. قلت لي انت غدوي. قلت لها والله الا خلينا الوالده ما والله حتى شي واحد ما غيتيقني. قلت لي غير قول لي. وانا نعاود لها لاصين كامله اللي طرات، عاودت لها الديكور كامل ملي كنت جاي من القهوه وشفت جدي مريح عند الوالد في المحل. قلت لها دابا فاش دخلت شفتو راه تصدمت. الوالده بقات كتشوف فيا. قلت لها الوالده عارفك ما تيقينيش، ولكن هادشي اللي قلت لك راه هو اللي صحيح. الوالده انا عرفت نكرات وبقات ساكته. قلت لها مالك الوالده ما عارفه شي حاجه شنجي؟ قلت لي لا. قلت لها الوالده ما حتى عاودت لك عاودي لي تنجي. قلت لها واش غنقول لك ولدي فاش عاودت لي انت هادشي هذا ما جانيش غريب. قلت لها راك بنتي ليه ما تصدمتيش. قلت لها ولكن علاش زعما ما جاكش غريب؟ قلت لي حيت فايت سمعت شي حوايج كثار من هادشي هذا. قلت لها لا من علاش جدي نيت؟ قلت لي قلت لها علاش؟ جراتني بعيد شويه على الناس. قلت لي راه السيد راه كان كيشوف البنادم. قلت لها ويلي كان شواف كان فقيه. قلت لي لا خليني من ديك الشوافه وديك الفقيه وداك الشيء، لا راه كان مطلع النيفو ديال بصح. قلت لها ياك الوالده. قلت لي السيد حتى شي واحد ما كان فاهمو، كان كيعرف شي حوايج خطر وكان كيدير شي حوايج بنادم ما كيطيحوش ليا للبال. قلت لها بحال اش؟ قلت لها عاودت لك راه غادي تصدم. راه كاين اللي جا عنده مشلل وصح وقف على رجليه، كاين اللي جا عنده زيزون وما كيسمعش بدا كيسمع وبدا كيدوي، وعاد كاين اللي دار فيه شي حاجه سواء يرو ولا شي حاجه كمد ليه جدك الدقه، سواء ما بقاش كيمشي ولا ما بقاش كيدوي ولا طرات ليه شي حاجه في حياته. قلت لها ياك الوالده دونك داكشي اللي شفتو يقدر يكون بصح. قلت لي ولدي اش غادي نقول لك، راه مع هادشي هذا راه ما تبقى فاهم والو، ولكن باش يضربك الطريق كامله ويجي راه شويه ما. قلت لها راه عرفت ولكن راه شفتو الوالده شفتو. ولي كثر من هادشي علاش الوالد وخوتي ما شافوش وهو كان مريح. قلت لها واش كان جالس تما لداخل؟ قلت لها جالس تما كيشوف في الوالده. الوالده حسيت بها صراحه تخلعات ولكن ما بغاتش تبين ليا. قلت لها صافي غير نسى عليك هادشي هذا. قلت لها واش شاد لك الانترنت هنايا؟ قلت لها لا. قلت لها انا راه شاد ليا، طلقات لي الويفي من عندها، بقيت شاد تليفوني ولكن راسي بقى كيدور فيه وكيدوروا فيه هاد الافكار هادو. انا تما النهار كامل ضربات ديك السبعه ديال العشيه الحال بدا كيطلع من عندهم هنايا وبدا كيدخل داك البرد. قضيه عندهم هنايا بارده، الدنيا كانت عامره ديال بصح ما كان عندنا فين الناس. كانت ديك الساعه يلاه شي 7 ولا 8 ديال العشيه. الحمد لله جبت معايا واحد الشاكيطه ضربتها، خديت السروت ديال الطوموبيل من عند الوالد، دخلت وانا نسد عليها لداخل، بقيت مكونيكتي بالانترنت اللي واخد من عند الوالده. واحد اللحظه هي باش كتصيفط لي ميساج قالت لي خلعتيني ما جيتيش اليوم النهار كامل علاش؟ قلت لها راه وقعت واحد الواقعه. قلت لي مالك ما وقع لك انت شي حاجه؟ قلت لها لا غير واحد جدي توفى. قلت لي الله يرحمه مسكين. قلت لها جنتي واش كتخافي عليا ولا كيفاش؟ بدات كتضحك. قلت لها الصراحه باغي نعاود لك واحد الحاجه. قلت لي شنو بغيتي تعاود لي؟ قلت لها راه باغي نعاود لك واحد اللعبه ولكن خايف كاع انت لا ما تيقينيش. قلت لي غير قول لي. وانا نعاود لها لاصين ديال جدي عاوتاني ملي كان مريح عند الوالد في المحل ودابا عيطوا لينا راه مات. وبلي الوالد وخوتي راه ما شافوش كاع واخا كان مريح حداهم وكانوا هما كيدوزوا من ديك البلاصه وكيشوفوها عادي. صيفطت لي فوكالك وتضحك فيه قالت لي كثرتي بالماط والفيزيك. قلت لها كنت عارفك ما تيقينيش بلاتي نسيتك. عاودت لها لافير اللي طرات مع الوالده، جاوبت لها داكشي وداكشي اللي قالتو لي الوالده. يبان حسيت بها بدات كتيق واحد شويه. قلت لها فين البلاصه دابا نتوما كاينين؟ قلت لها واحد البلاصه خارجه من الخريطه. قلت لي هو ساكن في ديك الدار؟ قلت لها طبيعه الحال مالو فين غيكون ساكن. قلت لي ودخل ضرب شي دوره تما، دخل البيت ديالو وشوف شنو كاين. قلت لها الصراحه ما باغيش ندخل تما
شحال ديال بنادم كاين؟ قالت لي ويلي بنادم بزاف. قلت لها كنقول لك القبيله كامله جايه هنايا، كلشي واقف وكلشي كيبكي وكيتنخصص، عيالات رجال بنادم كبير صغير. قالت لي واش كاع لي داكشي اللي قلتي يمكن يقدر يكون بصح. قلت لها بصح راه ماشي يقدر يكون بصح. قالت لي المهم دخل البيت ديالو وشوف تقدر تبان لك تما شي حاجه. قلت لها غادي نحاول. قلت لي راه الماطط انا واحد السيري خصني نمشي نخرجها، نصيفطها لك. قلت لها بلا ما تصيفطها ليا صافي نقول ليه ما جيتش وصافي، في اللي خدم دابا شي حاجه راسي مبرص مع هاد الشهاده. قلت لي صافي. مشات لي بقيت انا شاد التليفون، خدمت واحد المزيكا كالم، حطيت راسي لحظه كنحس براسي صافي مشيت ناست. داتني عينيا خصوصا الجو ديال الروبيه راكم عارفينو، كيكون تما الجو نقي كتحس براسك دغيا كتسولاجي وكترتاح، كتسمع في الليل غير الصوت ديال ديك طياب العنب، ما دير ديك الموسيقى وناقص منها بزاف حتى الصوت ديال ديك طياب العنب برا كنت كنسمعو. المهم داتني عينيا ولقيت راسي نعست بلي ملي كنحلم كنلقى راسي تنحلم غير بجدي، كنحلم بنفس لاصين اللي كانت طرات من قبل فاش كنت انا جاي من القهوه ضارب الشكاره نيش في داري ودايز غادي للدار حتى كنلقى جدي نيش مريح في الكرسي. غير هو هاد المره هادي ما بقاش زعما كيشوف غير في الوالد، كان كيشوف فيه، ولكن يفوا انا وصلت قدام المحل وشفت فيه هو يدور يشوف فيا طاحت عيني في عينيه. دابا فاش شفت وجهه مزيان تاكدت بلي راه هو جدي. بدات يدير ليا بيدي من بعيد اجي خطره بحال كنت واعي وسط الحلمه، وكنت عارف بلي لا عيط لك الميت وسط الحلمه راه غادي. مشيت عنده راه غادي يسولوك انت واحد 3 الاسئله فاش كنقول واش نمشي ما نمشيش، راه نزيد نتاكد من هاد اللعيبه هادي. مشيت عنده ولكن بقيت بعيد عليه بواحد 3 متر تقريبا، وهو وسط المحل وانا برا مازال واقف في الشانطي. تيقول لي اجي قرب لي اجي عندي يا صاحبي. قلت لي لا ما عادوي من بعيد شنو فاش بغيتيني. قال لي نوصيك البيت ديالي ما تدخلش ليه، راه عارفك باغي تدخل ليه، بعرفك باغي تبقشيش ما تدخلش ليه. بقيت كنشوفه مصدوم. قال لي راه بصح راه عارفك ديجا شفتيني هنايا في المحل، عارف بلي باك وخوتك ما شافونيش، سكرت تعرف بلي راه داكشي كامل اللي شفتي راه كامل صحيح، داكشي اللي قالت لك امك هو كامل صحيح، امك راه عارفه شي حوايج ولكن ما غاديش تقولهم لك. المهم اللي نوصيك لو بغيتي تبقى غادي مزيان في حياتك ما طرا ليك حتى شي حاجه وتعيش حياه طرونكيل ما تقربش لداك البيت ديالي. ديك الساعه تضربني الفيقه. لقيت خويا كريم حل الباب ديال الطوموبيل وجلس لقدام. قلت لي مالك؟ قال لي راه 12 ديال الليل هادي خصني الناس. كندور نشوف كيبان ليا كاع بنادم اللي كان كلشي بدا كيفرش الزرابي وكينعسو برا. تخيل معايا بنادم واخا البرد والو ما بغاش يمشي لدارو كلشي مريح تما ناعس، علاش كيتسناو فيه حتى الغد لي في الصباح عاد غادي يدفنوه. سولت كريم قلت ليه فين هو انوار ومهدي؟ قال لي راه لداخل مع الوالد شادين بلايصه تما. قلت لي فين بلايصه تما؟ قال لي قلت لي فين اصاحبي؟ قال لي وي راه حدا جدي اصاحبي. قلت لي ويلي هو ميت وهما ناعسين تما حتى نيت؟ قال لي قلت لي واش داك هو البيت ديالو نيت اللي حاطينه دابا فيه؟ قال لي لا البيت ديالو كاين من اللور. قال لي صافي خلي الناس اصاحبي راه عيان. قلت لي سير تشكا. خويا كريم انا كنعرفو ما عادش حط راسو تيسد عينيه صافي قدامو الامانه امانتو تينعس ديك الساعه. انا مورا ديك الحلمه اللي حلمتها ما بقاش جاني الناس كاع، عينيا تحلو. واحد الراس يقول لي دخل داك البيت، واحد الراس يقول لي غير ريح. واحد اللحظه صافي قلت مالو شنو غادي يطرا كاع. الفضول هو اللي تيخرج على بزاف ديال بنادم. خرجت من الطوموبيله حليت الباب بشويه وتميت غادي خارج بنادم كلشي مكسل في الارض. غادي انا وكنت تسليت غير بشويه، هاد شويه جبت البيل ديال التليفون وانا نتمي غادي. البيت ديال جدي كان مورا الدار كيف ما نعشو ليا كريم، طرت من اللور حتى كيبان ليا الباب ديالو. البيت ما كانش كبير بزاف، كان عنده باب واحد وكان ديال العود. ضربت عليه البيل كيبان ليا فيه واحد القفل، يلا غادي نرجع قلت راه نحاول شويه مع داك القفل نحلو. ما تفات الباب القفل هو يتحل، كان غير محطوط فيه وصافي. تميت داخل واحد شويه كنسمع الخطاوي برا. ديك الساعه زربت على الباب وانا نمشي نسدو. كنت حاسس بلي شي واحد كان باغي يدخل البيت هذا، شي واحد تا هو كان باغي يتسلط ليه، ولكن علاش؟ مشيت وتكيت على الباب بشويه وحاولت نحبسو. الاخر كيبان ليا اللي كان برا كان كيحاول مع الباب تا هو باش يحلو، ولكن انا بقيت نتشكي عليه. واحد شويه كنسمع خونا قال تفو ما عرفت فين هو السرود ديالو. واحد شويه كنسمع صاحبو اخر تو معاه قال لي صافي خليتي الغدا ونعاودو نرجعو هنايا ملي يكونوا غاديين يدفنوه. الاخر قال لي ولكن راه خاصنا ديك الكتاب ضروري يا صاحبي. الاخر بدا كيجر فيه قال لي صافي يا صاحبي غدا غيكونوا هما غادي للمقبره غادي ندخلوا بشويه علينا وغادي نقلبوا عليه. داك الساعه بديت كنسمع الخطاوي ديالهم بداو كيبعدوا ومشاو، وهنا غادي بداو الضربات ديال القلب ديالي كيتزادوا، كنسمع بهم كيتزادوا. السقيل بزاف في داك البيت، ما كنتش كنسمع حتى شي حاجه اخرى ولكن كنت كامل مخلوع. كنت خايف لا تبان شي حاجه ولا راك عارف العقل ديالك كيبدا يعطيك بزاف ديال الافكار، خصوصا انا في ديك البلاصه ديك التخيل لي بلي راه كاينين الجنون مريحين تما تا هما وداك الشيء.
حيت شويه جبت البيل وبديت كنقلب، كنشوف في الطابله اللي كان حاطها كانت كامله رسومات، مرسوم فيها شي لعيبات ما مفهومينش، محطوط فيها الشمع، فيها بزاف ديال الشمع دايب، بزاف ديال الوراق كانوا. الارضيه ديال داك البيت كانت مفرشه كامله غير بالهيدورات ديال الماعز، الحيوطه كاملين كانوا مغلفين بالجلد، هاد الجلد كيبان قديم بزاف ومغبر، وعاد كاينين بزاف ديال العواد محطوطين فيهم بزاف ديال الكتوبه كانوا كيبانوا قدام بزاف. هاد البلاصه حليتها خرجت منه واحد الريحه، لا شميتها كتجيك سكته قلبيه، عرفت كيفاش ما متش، ريحه قاصحه بزاف مجهده خيبه ما زوينه. كانوا بزاف ديال اللعيبات كحلين تما، واحد الماء كحل، واحد الماء اخر زرق، واحد الماء موسخ، شي تصاور قدام، وهاد البخور ودوك المجامر اللي فايت خدام فيهم البخور. بديت كندور وكنقلب تما بزاف ديال الكتوبه، كنجبدهم كنحلهم، كنلقى التفاسير ديال القران وكنلقى القران وايلي جد اللي كيقولوا ليه كيدير هادشي هذا كامل مازال كيقرا القران وكيقرا التفاسير ديالو. ما لقيت حتى شي كتوبه مشيت ليه، ولكن خوتنا الاخرين كانوا كيقولوا بلي راه كاين شي كتاب هنايا، يقلبوا على شي كتاب. انا ما عندي ما يدار، بقيت كندور في داك البيت كامل وكنقلب، ولكن ما كاين حتى شي كتاب. اللحظه اللي غادي نخرج من داك البيت الرجال ديالي كتعفط في واحد البلاصه اللي كتزعزع، هزيت لايدوره ديال داك العتروس اللي كانت مفرشه في الارض، كيبان لي بحال واحد البويب صغير بالعود، وكان فوق التراب، كان كيبان لي كيتزعزع، ماشي باب ولكن غير عود محطوط وصافي، كيبان بحال محطوط على شي حفره، باش بنادم رجلو ما تهواش تما. مع الهزه ديالي ديال داك العود كيبان لي كتاب تما، هزيتو كان مغبر بزاف، نفخت عليه طار منه داك التراب اللي كان فوقه. اول حاجه غادي نقرا هي التيتر ديالو، شمس المعارف الكبرى. التيتر بوحدو فاش قريتو كان كفيل بانه يخلعني، بقيت كنقرا فيه وكنعاود نقرا، ولكن ما فهمتش فيه حتى شي حاجه. شمس المعارف الكبرى، اش كاين هادشي هذا؟ عمري كانت عندي شي ايدي مسبقه عليه، ولكن كنت ديجا قاري واحد المقال على شي كتاب كلشي كيقلب عليه، وكاينين تقريبا شي 4 ديال النسخ ديالو في العالم كامل. خوكم ماشي من العاكسين، جبت تليفوني ديك الساعه، واخا الطوموبيله كانت بعيده حيت كان مازال فيها التليفون ديال الوالده، كان مازال شاد لي الويفي. دخلت ديك الساعه قلبت عليه، داكشي اللي قريتو ما دخلش لي الدماغ ديالي. عرفت بان هاد الكتاب هذا هما اللي كانوا كيقلبوا عليه ديك الجوج اللي شاو قبيله، اللي كانوا كيحاولوا باش يدخلوا للبيت ديال جدي. بات لي واحد الشيفونه طايحه تما، مسحت بها الكتاب، ضربت تحت الجاكيطه ديالي وجميت خارج. غادي خارج وكنسلت، رجعت كلشي كيف ما كانوا، مشيت نيشان للطوموبيل، دخلت وتكيت فيها بحال ما كاين والو، جالس وكندور عينيا، الكتاب خاشي تحت الجاكيطه ديالي وزاد مزيان. تاكدت من الطوموبيل، سديتها حتى هي، بقيت الوقت كامل وداك الليل كامل وانا جاب التليفون وكنقرا عليه. قريت بزاف ديال المقالات وبزاف ديال بنادم كل واحد كيقول عليه حاجه، ولكن صراحه ما تيقش من داكشي حتى شي حاجه. قلت راه نقرا انا بوحدي، واخا سمعت باللي اللي كيقراه كطرى لي شي حاجه خايبه بزاف في الاخر، حيت الكتاب كيحتوي على السحر الاسود، التحضير ديال الجن والتسخير ديالهم. الا بغيتي تكون عندك هاد القوه دي والمقدره، فرك بحال كتولي واحد منهم، يعني كتولي عندك واحد العلاقه معهم، يعني انت كتطلب منهم شي حاجه هما كيتسخروا ليك، وفي المقابل هما كيطلبوا منك شي حاجه وراه خصك ديرها اي ثمن، وإلا ما درتيهاش كيبداو يلعبوا معاك ديك الساعه. قريت شي قصص على هادشي هذا، كاين اللي قتلوا ليه عائلته، وكاين اللي عذبوه بالمزيان. المهم انهم ما كيقتلوكش، ولكن كيحاولوا يخليوك تعيش في العذاب النفسي وحتى الجسدي لا بغاو. هاد اللحظه كندور عينيا وانا جالس في وسط الطوموبيله، ما كيبان لي حتى شي واحد، حتى خويا كريم كان غارق في الناس. جبت ديك الساعه الكتاب وبديت كندور في الصفاحي ديالو. الحاجه الوحيده اللي لاحظت هي اللغه ديالو كانت عربيه نيت، وبعض المرات واحد العربيه ما مفهوماش، بحال كلمات الاول مره غادي نسمعهم والاول مره غادي نقراهم، ولكن في نفس الوقت كانوا مكتوبين بالاحرف ديال العربيه. الكتاب كان كيبان قديم بزاف، البره ديالو بالجلد، الاوراق ديالو كانت كتبان الكاليتي ديالهم قديمه بزاف. الكتاب كانت فيه واحد الريحه في شكال كتشم كتشتك الدوخه، فايت تشمي شي ريحه الموت راه غادي تكون فهمتيني علاش كندوي. بقيت كندور في الصفاحي ديال داك الكتاب، كان كبير بزاف، كانوا فيه بزاف ديال الرسوم المخطوطات، الوجوه، بزاف ديال الكتابات كانوا في شكل، بزاف ديال الارقام اللي كانوا مكتوبين مقلوبين، شي ارقام كانوا عوجين حداهم شي حروف، بزاف ديال داكشي ما مفهومش. باش كنقيس الكتاب من التحت كنحس بلي فيه شي حاجه زايده عليه. مشيت للاخر ديالو نيشان، ديك الصفحات الاخرين داكشي اللي شفتهم مصدومني بزاف، ولكن خليني نقول لكم بعدا شنو كاين في الاخر ديال الكتاب. في ديك الكرتونه اللي كتكون في الاخر، السداده ديال الكتاب كانت بحال زايده عليها شي كرتونه اخرى، الا قصتها مزيان غادي تعرف ان زايده عليها شي طبقه اخرى، واللي راه عامره من الوسط. خوكم ماشي من العاكسين، يلاه غادي نبدا نحل وانا نسمع التقرقيب. مع كندور كيبانوا لي ديك الجوج نيت جاي من البلاصه اللي فيها البيت ديال جدي. ديك الساعه ضربت الكتاب عاوتاني في الجاكيطه ديالي، سديت وانا الناس
وتاكدت بلي الطوموبيله راه مسدوده. واحد اللحظه خوكم ما قادرش يحل عينيه. خوتنا اصلا كانوا في شكل ضاربين واحد جوج جلابات، خوتنا ضاربين واحد الفوقيه نقول لكم الوجوه ديالهم تيخلعوا، ضاربين واحد الصناطل ورجليهم كانوا عامرين بالتراب. بقيت انا مغمض عينيا كندير براسي راني ناعس، الخطاوي ديالهم غاديين واش يقربوا. واحد اللحظه كنسمعهم حدا الطوموبيله قربين لها بزاف، عينيا باغيين يتحلوا ولكن انا كنسد فيهم غير بالسس. يمكن شافوني، يمكن عرفوني عندي الكتاب، يمكن عرفوني انا اللي خديته. واحد اللحظه كنحس بلي شي حاجه تحطات على الجاجه اللي كانت حدايا ديال الباب وانا ناعس لتما قريب. بديت كنترعد كامل، كنحس بالما برد ليا في ركابي، يديا بردوا عليا، ما بقيتش قادر كاع نتحرك. بقيت صابر حتى الريق ما قادرش نصرطو، ما كانش خصني نتحرك كاع. واحد اللحظه كنسمع بالخطوات غاديين وتيبعدوا، اللحظه اللي غادي ندور فيها غادي يبان لي واحد فيهم هز واحد السيف. شي قداش الخوت لا كنتي كتسمع بالحبيبه الطويله راه تقريبا بحال هكاك. كنت مخلوع بزاف وكنتسنى الصباح غير امتى يطلع. ديك الليله كامله ما جانيش النعاس، شاد كتاب ودايرو تحتي من اخطر الكتب اللي في العالم هذا، وغير 4 ديال النسخ ديالو اللي صحيحه. وانا متاكد مادام الوالده عاودت لي داك الشيء اللي جدي، مادام الوالد حتى هو كان كيعاود لنا شي قصص قدام بزاف عليه، انا متاكد ان هذا الكتاب هذا من دوك النسخ الصحيحه. ضغطت ليه في الصباح، خوكم ما كانش ناعس كاع، هزو جدي وتما مخرجين وغاديين بيه للمقبره. شنقول لكم الخوت، قبيله كامله غاده من وراه، كلشي كيتباكى. اواه شكون كان جدي تا هاد الناس اللي كامله تابعه وكتباكى عليه. فوق داكشي اللي عاودت ليه الوالده راه صحيح، واي حاجه سمعت عليه راه صحيحه. المهم داوه ودفنوه فواحد القبه نيت، بنادم مريح تما وتيصور فيه. باش نكون معكم واضح الخوت، انا ما كنامنش بهاد التخربيق هذا. واحد بنى لي قبه وداكشي ديال الاضرحه وغادي نمشي نزور، هذا حاجه وحده اللي كنعبدوها هي الله. واش هاد الكتاب هذا واخا يكون اخطر كتاب وداكشي اللي كاتب عليه بنادم، كيبان لي داكشي كامل تا هو غير تخربيق. بصح الجن كاين، ولكن راه ماشي معنا في هذا العالم اللي حنا فيه، ربما مو في شي بويت اخر ولا شي لعبه. صراحه داكشي ديال السحر تا هو ما كنامنش به. المهم انفوت فناه، الوالد قال لنا غادي نزيدو واحد 3 ايام هنايا. بقيت كنقول ليه لا وكذا، درت ليه العزاء في الرويضه، ولكن باش نزيد نثبتو قلت ليه راه كاين واحد الامتحانات وراه ما خصنيش نبقى هنايا. صافي الوالد سلم على خوتو وعمتي حتى هي، ركبنا في الطوموبيله وتمينا غاديين راجعين، الطريق كامله وانا ساقل وحنا كاملين ساقلين. الوالده مره كدور كتشوف فيها، الوالد هو يسولها قال لها مالك كدوري تشوفي فيه؟ قالت ليه لا والو. قال لا غير قولي لي. هو جبد ديك الساعه الموضوع ديال ديك المره. الوالده دارت شافت فيه وقالت لي قول باك شنو كاين. قلت لي الوالد، قال لي نعم. قلت لي غلطتي فاش قلت لك داك الراجل الشيباني اللي كان عندكم في المحل. قال لي صافي غير حبس الداش خربق عليا. قلت لي الوالد راه شفت جدي، راه دخلت عنده البارح باش نبوس ليه جبهته ونخرج، فاش شفت ليه وجهه تاكدت باللي نيته هو اللي كان في المحل. الوالد هنايا عرفتو تيق الهضره ديالي، حيت بقى ساكت واحد 10 ديال الثواني وكيشوف قدامه. الشده ديالو في الفورون ديال الطوموبيل تبدلات، ولكن في نفس الوقت ما كانش باغي يبين ليا. قال لي راه كيتخيل لك بعض المرات راه انا شنو وقع ليا، غير نسى لك داك الشيء. بغى يقلب الموضوع ديك الساعه وقال لي امتى عندك الامتحانات ديال الدوره الاولى؟ قلت لي السيمانه الجايه. قال لي موجد لهم؟ قلت له الوالد انت راك عارفني، الطريق كامله وانا كنتحرك كنت باغي غير امتى نوصل للدار. المشكل هو انني ما عنديش بيد ديالي بوحدي اللي نحط فيه الكتاب ونقراه مزيان ونعرف شنو فيه. ولكن كاين واحد البيت ديال الصح ديما خاوي، ما كبيرش بزاف، ولكن كاين فيه ليسباس اللي نريح فيه. ما وصلنا للدار دخلت ضربت بواحد الدوش. الوقت اللي وصلنا فيه كانت تقريبا واحد 7 ديال العشيه، نهار 3. كثرت ما الكتاب شغل ليا بالي، ما قدرتش حتى ندوي معايا في التليفون، باش مصيفط ليا ميساج وطلعت لها فيه. طلعت نيشان البيت ديال الصح ومعايا الكتاب، حطيته وبديت كندور في داك الصفاحي وكنقرا. خد داكشي اللي قريته ضرني في راسي، كنت كنقرا غير دوك العناوين العريضه، حيت داكشي اللي تحت منهم ما كنتش كنفهم فيه حتى شي حاجه، كان صعيب عليا بزاف باش نفهمو. العناوين العريضه راه الاخر الخوت، داكشي عمرو ما يتنسى ليا. كيفاش تفرق ما بين جوج كيبغيو بعضياتهم، كيفاش ترجع جوج كيبغيو بعضياتهم، كيفاش تسخر ملك الجن، كيفاش تحضرهم وتعطيهم الاوامر ديالك. كان باراغراف ديال كيفاش تحضر جنيه كاع. واحد البارتيه كان فيها السحر الاسود. السحر الاسود من الاخر كيفاش تضر بنادم، اي واحد اداك غادي يحل عينيه في الليل غادي يلقاو محداه. دخلت ديك الساعه كنقلب على هاد البارتيه، داكشي اللي قريتو ضرني في راسي. قال لهم واحد كنت في المدرسه، خونا كان كيقرا في لافاك عنده 25 عام هذا. قال لهم وحدين كانوا كيتنمروا عليا، صبرت تعيط ولكن واحد اللحظه عماني الشيطان وطبقت داكشي اللي كاين في داك الباراغراف. قال لهم من بعد 3 ايام كنت وصلني الاخبار بان دوك 3 اللي كانوا كيتنمروا عليا كل واحد شنو طرا ليه. قال لي داو لطبيب نفسي وما قداش معاه داو ل 36.
وكاين اللي طاح وتشلل، وواحد فيهم اللي ولا غير شاد الفراش، ما كيدوي ما كيتحرك ما كيدير والو. كانوا بزاف ديال لي باراغراف اخرين، كيفاش تحكم في القبيله ديال الجنون يوليو يخدموك في اي حاجه، كيفاش تسكنهم معاك في دارك، كيفاش شي واحد اخر بغى يسحر لك حتى شي حاجه ما تصدق ليه، كيفاش تقتل حتى بنادم. تخيل معايا حوايج بزاف اخرين داخلين في الشرك بالله ما نقدرش نقولهم لكم. المهم الغريب في الكتاب هذا هو انه استعمل بزاف ديال الايات القرانيه، وفي بعض الاحيان كان كيستعمل حتى الاسماء الحسنى. واحد شويه كنت غادي كدور في ديك الصفحات، كدور الالحاد والشرك والكفر بالله. قلبت على اسئله البارتيه فيه، دخلت لجوجل ديك الساعه وقلبت على شنو هي اسئله البارتيه فيه اللي نقدر نطبقها. بقيت غادي كندور في ديك الصفحات اللي لتحت، جوجل كيطلعوا لك بزاف ديال لي ريزولطا. بديت كندور توصلت للباج شي 1000 ولا ما عرفت شحال. لقيت واحد البوست غابر بزاف مكتوب في فيسبوك في 2008، بوست ما فيه تجيم وحده. وانا كاتب بوست عادي اسال باراغراف في شمس المعارف الكبرى كيفاش الناس تهيبك. بديت كندور في الصفحه وكنقلب عليها حتى طحت عليها، وفري كانت غير النص ديال الصفحه كيفاش طبق هذاك الشيء. بديت كنشوف في داك الشيء، جبت واحد الورقه وواحد السيرو تا هو، بديت كنرسم في نفس الخطاطه وكنكتب شنو بغيت فيها، ودرت واحد الارقام وشي رموز اخرين ما نقدرش نقولهم حيت يقدروا شي واحد يجربوهم. بديت كندير شي حوايج اخرين، طويت ديك الورقه بواحد الطريقه ودرتها في الجيب ديالي. سديت الكتاب قلت خليته من بعد نكمل القرايه ديالو، بحكم ان هاد البيت ديال السطح حتى شي واحد ما جيطلع ليه، دونك خليت الكتاب تما وكنت مخبيه في واحد الغنج. هبطت للدار عادي بحال ما كاين حتى شي حاجه. مع الدخله ديال الدار غادي نتلاقى مع خويا كريم كان خارج. قلت لي فين غادي؟ قال لي غنمشي غير عند مول الزراعه، خصك شي حاجه نجيب لك معايا؟ قلت ليه لا. ما خرج هو وزدت جوج ديال الخطوات، دماغي غادي نحس بيه غادي يتفلاشا. خويا كريم هو اخر واحد اللي كنتسنى يجاوب لي على الاسئله ديالي. اصلا هاد العباده اللي درت معاه كنت كنديرها ديما، فما كنلقى خارج كنقول ليه فين غادي كيقول لي شي حاجه بحال انت في راسك ماشي زوقك، ولا كيطلع وكيبط فيا وما كيجاوبنيش. هو دابا قال لي فين غادي وقال لي كاع نجيب لك معايا شي حاجه، وهو عمرو مد لي ما نجيبو حتى درهم. ويلي يكون هادشي هذا زعما صدق نقدر نجربو مع الوالده. راه نمشي عندها دابا نيت. مشيت عند الوالده لقيتها مريحه كتفرج المسلسل ديالها. قلت لها الوالده فيه الجوع، ما زادتش معايا الهضره. ديك الساعه ناضت قلت لها بلاتي نصوب لك دغيا تاكل. اوه صاحبي لا ما يمكنش، الوالده فين ما كنجي عندها في الوقت ديال هذا المسلسل هذا كتقول لي سيرت لشويه، ولكن دابا ناضت خوت راسي بدات تضرني. صوبت لي من ناكل بقيت جالس غير في بلاصتي ما قادر لا نتحرك لا نقول والو، حتى هي ما قدرتش ندوي معاها. واحد شويه زيد التليفون قلت هادشي هذا يمكن يخدم معايا زعما. بديت كندوي انا وياها، قلت لها ديري فوتوكوبي السيري ديال الماط وجيبها لي غدا. قلت لها كتحلم ياك؟ ويلي علاش ما خدمش بهاد البلان هذا معايا. المهم مشيت تكيت بلاصتي ونعست. قلت لي في الصباح خوكم ضارب الحطه وضارب الريحه وغادي خارج. اول مره غادي نحس براسي تيق في راسي حتى للدرجه هادي، داخل المدرسه بحال شي مالك بنادم غير كيشوف فيا، وكاين اللي ما كنشوف فيه كيهبط عينيه. هو اللي يكون هادشي اللي في جيبي قاضي الغرض زعما، ويكون هادشي هذا منه. كانت عندنا حصه ديال الماط خوت، بلا ما نقول لكم بلي عندنا واحد الاستاذ ديال الماط عنده شي خلل في دماغه، لما درتيش ليه التمارين ما تيتفاهمش هو وياك. واخا تقول ليه كنت ميت غايقول لك كان عليك تخرجهم في القبر. دخلت وريحت، بنادم كلشي كيشوف فيا حيت عارفني ما جيتش وما خديتش السلسله، وكاع كان كتبت لهم في الجروب بلي راه ما غاديش نديرها اصلا. بنادم كان كلشي كيتسنى ردة الفعل ديال الاستاذ. بدا يدور لي على بنادم وتيشوف شكون اللي مخرج شكون اللي لا. القسم كامل مخرج توقف لي انايا، قال لي السي رشيد شنو التخرج ديالك؟ قلت ليه ما خرجتش الاستاذ. قال لي علاش؟ قلت ليه كان واحد المشكل في العائله كنشوف ليه في عيني. قال لي ماشي مشكل. واحد شويه هو يقول شكون اللي نوض يكتب لينا التخرج في السبوره. كندور عند بنادم وبنادم كيشوف في ديك لاسين ما فاهم حتى شي حاجه. هو كيفاش استاذ دار معايا بحال هكا حتى واحد ما متيق. ناضوا بداو كيخرجوا سالات الحصه ديال الماط، خرجنا للاستراحه وبنادم مازال ما فاهم والو. خرجت انا برا وهي جوق فهادي هيبه. قالت لي علاش ما جاوبتينيش البارح؟ قلت لها داكشي اللي غادي نعاودو لك غادي يضرك في راسك، يلا غادي نزيد جوج الخطوات ونرجع عندها. قلت لها كيفاش ما قلتي لي دابا؟ كيفاش قلتي لي علاش ما جاوبتكش البارح؟ قالت لي لا كنت غير كنسول وصافي حيت توحشت. قلت لها يلا زيدي. تميت غادي وهي حدايا وكنقول مع راسي العيبه اللي في جيبي خدامه صراحه وخدامه مع كلشي. كنت خايف لما تخدمش ليا معايبه. عرفتي الخوت كيفاش كنحس؟ غادي وسط المدرسه وبنادم تيخوي ليا في الطريق. هبطنا لتحت الساحه نورمالمون ما تيخليوش الدراري والدريات مخلطين، الدريات كيوقفوا في جهه الدراري في جهه، ولكن انا واقف على عيبه وقريب لها. حارس عام بدا تيدور والمدير ديال المدرسه حتى هو براسو. خونا حتى هو ما تيتفاهمش كرابه ديال بصح، تيدور لي على بنادم وكيشوف اللي تلقاهم واقفين بجوج كيدوي معاهم الا حنايا. اللي كيدوز من حدايا كيبتسم ليا وكيدوز. انا عرفت بان هاد البلان هذا اللي في جيبي ما كيخدمش ا ديستونس، ولكن خصني ديما نكون قريب لبنادم.
الا خدمات لي هاد اللعيبه هادي فراه كاين اي حاجه اخرى كاينه في ديك الكتاب حتى هي صحيحه وراه غادي تخدم. رجعت للدار، كان نهار الاربعاء، العشيه خاويه. طلعت للسطح، دخلت للبيت وسديت عليا، جبت الكتاب وبديت كنقرا فيه، بديت كنقرا في شي لعيبات اخرين. الكتاب في الاخر ديالو ما كانش مكتوب بالمداد عادي، كان مكتوب بمداد احمر. علاش ما عرفت. واحد اللحظه بديت كنقلب في جوجل على قبل هاد البلان هذا، حتى وانا نقرا ان في الاخر ديالو كان مكتوب بالدم، وماشي دم عادي ولكن الدم ديال السبع. علاش؟ كل واحد كان كيقول الراي ديالو، ولكن ما ديتهاش في داكشي. صار تقريبا واحد شهرين الامتحانات الاولين دازو وخرجت لنا النتيجه. خوكم فرقعها في الدوره الاولى 18 وباك مضمون هاد العام هذا بشي نقطه هي هذيك. المهم ضربات تقريبا شي شهرين، الكتاب كامل ساليتو قريتو كامل، ولكن مازال بزاف ديال الحوايج ما فاهمهمش. حتى لواحد النهار وانا نتفكر ديك الكرتونه الاخر ديال الكتاب اللي كانت مدوبله وكتبان اللي راه فيها شي حاجه. طلعت للسطح ديك الساعه بديت كنحل فيها وانا لقى فيها بزاف ديال الوراق ومشدودين مع بعضياتهم بواحد السليك من الفوق. ما جبتهم وبديت كنقرا فيهم، لقيتهم انهم كانوا هما الشرح ديال دوك الرموز كامل اللي في الكتاب كامل. يفوق بديت كنقرا في ديك الرموز، رجعت للكتاب ما كاملاش 3 ديال السوايع، لقيت راسي فهمت كلشي وليت عارف اي حاجه كاينه في الكتاب هذا، الشاده والفاته ديالو. سديت الكتاب وخبيته في واحد البلاصه في ديك البيت حتى واحد ما غادي يطيح عليها. هبطت للدار، مع الدخله ما كان حتى شي واحد، الوالد وخوتي باينه خدامين، الوالده غادي تكون سواء عند جارتها ولا مشات تقدا. داخل الدار ودخلت ندوش، ولكن هاد المره هذا كان واحد الاحساس غريب بزاف، ماشي بحال شحال هادي. هاد المره هادي كنحس براسي بحال معايا شي واحد، بحال شي واحد اخر كيدوش معايا. ما بقيتش قادر حتى ندير الشامبوان حيت عارف بلي خصني ضروري نبقى حال عينيا. قلت لا راه غير كنتخيل. هاد اللحظه درت الشامبوان، ما غادي نديرو غادي نسمع سميتي رشيد بحال هكا، وتسمعت لي حدا ودني. صافي خوكم كان غادي يجيب الربحه. جات ديك الرشاشه وبديت كنحيد عليه الشامبوان بالسربه، ولكن ما كاين والو. بديت كندير الصابون، ما درت الصابون لوجهي وكنت مغمض عينيا. واحد اللحظه وانا نسمع رشيد بحال هكا اخوت، النفس حدايا سمعت حدا ودني، الصوت حتى هو بحال شي واحد تواليك في ودنيك. تبورجت، خصوصا ان الصوت كان الصوت ديال الدريه. صفاريت وبديت كنقفقف وكنترعد. اللحظه اللي غادي تحط ايد عليا غادي نحس بها في داري بارده، غادي نغوت على حر جادي بحال الروح ديالي كانت غادي تخرج. في ديك اللحظه نيت كنسمع الباب ديال الدار تحل، وكانت الوالده دخلات، جات كتجري عندي للدوش، لقاتني صفر كامل وما قادرش نتحرك وكامل كنترعد. هي كدوي معايا وانا كنقول لها ما قادرش حتى نخرج الهضره من فمي. دارت عليا الفوطه وخرجتني من الدوش. قلت لها مالك شنو واقع؟ ما قدرت نعاود لها حتى شي حاجه. كنحس بالاحبال الصوتيه ديالي بحال شي واحد خشى يدي تما وعقدهم مع بعضياتهم باش ما نقدرش ندوي. ديك الليله كامله الوالده مسكينه دوزات حدايا، ما نساش داكشي اللي تعذباتو معايا. غد الليل الصباح مشيت للمدرسه عادي واخا ما نسيتش داكشي اللي داز. في نفس الوقت كنحس بالقوه وكنحس بلي ديك اللعيبه اللي في جيبي مازال خدامه معايا، كلشي كيدير داكشي اللي بغيت. الامتحانات كانوا من بعد واحد 3 ديال السيمانات. طلعت عند المدير وقنعتو باش ندوزوهم من بعد 5 ديال السيمانات. تاجلوا، المدرسه كامله فرحانه. وسط النهار ديالو بزاف ديال الحوايج غراب كانوا كيطراو. بعض المرات فاش كنت في المدرسه واخا بادين درس جديد عمرني عرفت عليه شي حاجه وعمرني حتى شفتو، والاستاذ فاش كيسول شي سؤال كنلقى الجواب ديالو ديجا في راسي. وشي حوايج اخرين عاوتاني بحال شي واحد واقف وكيشوف فيا من بعيد. بعض المرات كنبدا ندور غير بوحدي وكنبدا نشوف في الجال اللي كنحس بلي شي واحد واقف تما وكيشوف فيا. هي بلاحظات هادشي وبزاف الدراري من القسم لاحظوا هادشي. الصراحه واحد مورا واحد كيجيو كيسولوني، ولكن تنقول لهم غير شي لعبه باش نصدرهم وصافي. وصلت للصراحه بنادم بدا كيخرج، انا خرجت قدام الباب كنتسناها باش تخرج عندي ولكن ما جاتش. لقيتها مازال جالسه في بلاصتها. رجعت عندها ديك الساعه ومشيت عندها قلت لها مالك؟ قلت لي صافي ما بغيتش ندوي معاك. قلت لها كيفاش ما بغيتيش تدوي معايا؟ قلت لي صافي ما بغيتش دابا اليوم وندوي معاك. حضرت راسي ومشيت، دخلت القسم اللي مقابل معنا ما كان فيه حتى شي واحد. سديت الباب ومشيت جلست. اللحظه اللي غادي نجلس فيها غادي نسمع واحد الصوت تيقول لي ديك الورقه اللي في جيبك ما تخدمش مع هادشي اللي كنديرو. وكان الصوت ديال البنت. صافي بديت كنترعد الخوت، بديت كنتفشف كامل والخلعه اللي شداتني كانت غتسكت لي القلب. بديت كنقول لا رشيد اصاحبي راه غير كتوهم اصاحبي، اصوات راه كاينين غير في راسك، راه ما كاين والو. هاد شويه كنسمع داك الصوت تيقول لي لا راه كاين. طل من الشرجم وغادي تشوفني. ما كنطل كيبان لي واحد المشكل دير واحد الجلسه وكيشوف فيا. بديت كنقول شنو بغيتي عندي؟ شكون انتيا؟ قلت لي طلبتيني وانا جيت، واللي كيطلبني راه ما كنتفرقش معاه حتى كيدير لي كاع داكشي اللي بغيت. شفتي نقدر نبعد عليك يابا. عرفتي شنو كنحس براسي بديت كنغير منها غادي نقتلها. قلت لها واش كتسحبي راسك قادر على كلشي؟ باني بغيت نشوفك.
قالت لي كتصحابني ما قادراش انني نقتلها، تفرج. هي كانت جالسه في الطاوله اللي اللور متكيه، والقاسم الباب ديالو كان مسدود وحتى شي واحد ما كان فيه داخل من غير هبه. واحد اللحظه حتى كتبان لي البوانيه ديال القاسم تحلات والباب تحل. بديت كنطلب كنقول لها لا صافي رجعي صافي ما تقربيش لها الا هي. الباب ديك الساعه عاود تسد وحسيت بديك الصوت بلي راه معايا. قلت لها شنو بغيتي مني؟ بديت كنسمع واحد الضحكه بحال الضحكه ديال شي دري حشمانه. قلت لي انت اللي شنو بغيتي مني؟ قلت لها انا بغيتك غير تبعدي عليا. ما قلتش لها بحال هكا، هي تحط لي واحد التصرفيقه في وجهي البوصله ديال راسي تلف لها الحساب. واحد شويه سمعت الصوني ديال المدرسه، بنادم غادي يعاود يدخل الاقسام ديالو. قالت لي يلاه نتلاقاو في الليل. داخل القسم، الباب ديال القسم كانت فيه واحد الدجاجه. يلا غادي نتمي داخل حتى كتبان لي النيكاس ديال راسي في ديك الزجاجه وكيبان لي وجهي. كانت مطراسيه فيه التصرفيقه، ما كانش خصني ندخل القسم ديك الساعه حيت كلشي غادي يبدا يشوف فيا، خصوصا انني فاش جيت قبيله ما كانتش فيا. وصلت الحارس العام ديك الساعه قلت لي بلي راه واقع واحد المشكل في الدار وخصني ضروري نمشي. قال لي ماشي مشكل. قلت له الغياب ديالي، قال لي ما غاديش يتقيد غير سير كون هاني. قلت له الاستاذ، قال لي صافي راه غادي نتكلم انا وياه. حضرت راسي ديك الساعه مع هاد الورقه اللي في جيبي وراني في مشاكل دابا. راجع للدار، الوقت اللي راجع فيه ديك الوقيته راك عارف 4 العشيه كتكون الزنقه خاويه تصفر، خصوصا في الوقيته ديال المدرسه، خصوصا الدروبه اللي كندوز منهم. غادي تنسمع داك الصوت غادي حدايا وكيدوي معايا، ولكن هاد المره دي ما كنتش خايف منه بحال الاول. قالت لي راه عيطتي لي، راه خصك ضروري تبقى معايا. قلت لها دابا انا ما بغيت والو، بغيت غير نشوفك. قالت لي ما غاديش تشوفني دابا حيت اصلا صعيبه ليا بزاف انك تشوفني. قلت لها كيفاش؟ قالت لي انا مازال صغيره ولا عندهم ديك القدره باش انهم يتحولوا دغيا وتقدر تشوفهم، ولا تيكونوا كبار بزاف في لاج. قلت لها وانت شحال عندك من عام دابا؟ قالت لي ماشي بزاف، عندي 150. قلت لها كيفاش 150 مازال صغيره؟ قالت لي قلت لها امتى غادي نقدر نشوفك؟ قالت لي غادي نحاول، الا قدرت نبان لك راه غادي نبان. واحد شويه حنا غاديين. قالت لي واش ما تيقتينيش بلي انا راه كاينه معاك دابا؟ قلت لها راه كنسمع الصوت ديالك. قالت لي راه تقدر تقول بلي الصوت راه غير في راسك. قالت لي عرفتي شنو؟ تفرج الخو الطريق اللي كنمشي منها فيها واحد البراكه ديال واحد الاساس. قالت لي شوف في ديك البراكه. درت كنشوف فيها. قلت لها هي دابا غادي تجي الارض. هي طيح ديك الساعه ديك البراكه كانت واقفه سنوات، داز عليها البرد وداز عليها الشتا. انا زدت تاكدت انها خدنا معايا. قلت لها شنو سميتك؟ قالت لي سميتي فوشوفه. قلت لي ما تخافش، القبيله ديالنا ناس ترونكيل ما كيجبدوش الصداعات وكلشي كيحترموا. قلت لها ما بغيتكش تيرونجيني في حياتي. قلت لي ما تخافش، ولكن اول ان الوقت كامل غادي نبقى معاك. قلت لها عاودي لي شويه على القبيله ديالكم. قالت لي قبيله خدامين كيف ما خدامين نتوما، عندنا الخدمه ديالنا وعندنا السكن ديالنا، غير وحنا في البنيه الجسمانيه ديالنا الحقيقيه راه ماشي بحالكم. قلت لها شرحي لي. قالت لي الا شرحت لك ما غاديش تبغي تشوفني وما غاديش تبغينا نتلاقاو، اللهم خليتها تشوفني. قلت لها ولكن علاش انت دابا كدوب بالدارجه بحالي؟ واش كلشي كيدوب بالدارجه؟ بدات كتشرح لي بان راه الجنون تا هما عايشين في العالم بحال ديالنا، غير هي واحد ديمونسيون اخر، واحد البعد اخر، وكل جن في شي بلاصه راه كيدوي بديك اللغه ديال ديك البلاصه. بقيت كنسول على بزاف ديال الحوايج، ولكن بزاف ديال الحوايج اخرين ما بغاتش تجاوبني عليهم، بحال كيفاش كيتسخروا ديك الجن، كيفاش كيمشيو يسرقوا السماء من السماء. قالت لي القبيله ديالنا حنا كامله مسلمه وما كنديروش هذاك الشيء، ولكن كاينين السحار اللي كيخدموا عندهم الجن اللي كيتسخر لهم واللي كيتعاون معاهم. قلت له في المقابل، قالت لي في المقابل كيعطيو القرابين اللي كيسواو عندنا حنا بزاف ديال الفلوس واللي كيوليو بسببهم اغنياء. قلت لها كيفاش؟ قالت لي بحال داك العتروس، الدجاج اللي كيذبحوه وبزاف ديال الحوايج اخرين، هذوك بالنسبه لينا كيغنيونا حنايا، واخا نتوما في العالم ديالكم كتعتبروا حوايج بساط بزاف. قلت لها ويلي دابا نقدر ندير معاك المزيان وردتك لاباس عليك. بدات كتضحك. قالت لي ما وصلت للدار وانا بدا كنغوت، كانت الوالده تما الحمد لله، ملي كانت غير الوالده بوحدها. قلت لها الوالده غادي نعاود لك كلشي. قالت لي مالك؟ قلت لها كنت شاد الخلعه ديالي من الصباح وكنحاول ما نبين والو، وصلت للدار الخوت كنت كامل كنترعد، ريحت مع الوالده وبديت كنعاود لها كلشي كاع داكشي اللي وقع التفصيل الممل. قلت لها هي راه كاينه دابا وكتسمع فينا، الوالده عتقيني، الوالده كنشوف لها فوجا بانت لها الخلعه فوجا ديك الساعه. قلت لها اجي معايا. خرجنا ديك الساعه الحمد لله، الوالده عندها البيرمي، مشينا نيشان الكراج ديال الوالد، خدات من عنده الطوموبيل وقالت لي حنا جايين. الوالد بقى كيسول ولكن الوالده ما عطاتوش راس الخيط، ضربنا الطريق غاديين والوالده مختمه القران في الطوموبيله حتى وصلنا لواحد الدرب باش نقول لكم الخوت بحال دازت فيه الحرب العالميه الثانيه. تمينا غاديين طالعين حتى وصلنا لواحد الدار، مع حلت الباب ديالها السيده شافت الوالده سلمت عليها، قالت لها لا زهور، هي الدور تشوف فيها، طلعت وبطات فيها تعاود تسد الباب. الوالده دارت شافت فيها والخلعه ديالها اللي كانت تسات، عاودنا دقينا في الباب والسيده قالت لها ما تعاودوش تجيو عندي صافي سيروا. قالت لها غادي غير نتفاهموا، باغي غير يعاود لك شي حاجه وما يكون غير خاطرك. حلت ديك الساعه السيده الباب، دخلنا. الجو اللي كان في ديك الدار الخوت بلا ما نعاود لكم كامله بخور وكامله وراق وكامله، المهم نتوما راكم عارفين البلايستيشن الشوافات،
دخلت وجلست. السيده بقات كتشوف فيا. عاودنا لها داكشي كامل. فواحد اللحظه تنوض وهزت التليفون ديالها قالت لي اصبر. عيطات لواحد قالت لي هذا هو اللي غادي يقضي عليك. ما كاملاش شي ربع ساعه هو تمي جاي. دخل هو يجلس سلم على الوالده ما شاف فيا انا طلع وهبط فيا مزيان مد لي ايدي ما حطيتش ايدي عليه. السيد ديك الساعه ناض مع قلعو هز الشكار اللي كان جايب معاه لبس البرديله ديالو وقال الشوافه اخر مره تعيط ليا بحال هاد الشيء هذا. السيد مشى وما دارش وراه واخا بقينا كنعيطوا ليه وكنطلبوا فيه في الطروش وتقول واش حاول يرجع ولا فكر يرجع. الشوافه بقات كتشوف فيه وكتقول لي ما عندي ما ندير لك ولكن صبر كاين واحد 3 يقدروا يفيدوك فشي حاجه. 3 ما سمعوا الشوافه فاش دوات معاهم في التليفون وقالت لهم كتاب شمس المعارف الكبرى ما كاملاش 10 ديال الدقائق توقفوا علينا في الدار. دخلوا ولكن خوتنا هاد المره هادي كانوا كيبانوا مرزنين بزاف ماشي بحال خونا اللي جا. سلموا عليا عادي ترونكيل واخا واحد فيهم كان كيبان مخلوع مره كيدور يشوف فيهم. بداو تيدويو معايا واحد اللحظه الشوافه عيطات للوالده ومشاو بجوج للكوزينه. بقينا جالسين وواحد فيهم هو اللي كان كيبان والباترون ديالهم اللي كيدوي معايا وكيشرح. السيد صدمني خونا هرب بزاف وراسو عامر. بدينا كندويو في الحضارات ديالهم مقارنه مع الحضارات ديالنا لي ديمونسيون والعلم ديال الماورائيات وحتى كيفاش نقدروا حنا نتجليتشاو ونمشيو للبوت ديالهم ولا كيفاش هما يقدروا حتى هما يتجليتشاو. الجليتش كاين انك بحال كتنتقل من عالم لاخر. جات الوالده خلصاتهم خداو 500 درهم للواحد. واحد فيهم كان لاصقني باش انه يشوف الكتاب قلت له راه خليه يشوف الدار ديال جدي حيت ما عاودتش القصه كامله. راكبين في الطوموبيل وراجعين للدار. الوالده غادا في الطريق واحد خونا غادي يقطع الشانطي غير على غفله. الوالده كانت قربات ضربات واحد الفرين السيك حتى وصلت حتى خونا كان مشرمل. داك الزيت ديال الوالده وكيغوت عليها حتى لقيت خونا في الارض التمثيل ليه من راسو وانا واقف حداه بحال هكا تماما. ما حسيتش براسي كيفاش خرجت من الطوموبيل ولا كيفاش ضربته. ركبت انا والوالده ديك الساعه وكسيرينا مشينا من ديك البلاصه. الحمد لله انها كانت خاويه. بزاف ديال الحوايج تبدلوا فيا. حسيت براسي وليت صحيح بزاف وليت كنبان مدريني وانا عمري ما هزيت ثقل في لاصال. بزاف ديال الحوايج فيا بداو كيتبدلوا. بزاف ديال المشاعر كانوا كيتخلطوا عليا. كنكون فرحان بعض المرات كنولي كاعي بعض المرات كنولي اغريسيف بعض المرات كنولي كالم. كنتعصب كنولي باغي غير نضرب بعض المرات كنولي ترونكيل. بعض المرات كتجيني الجوع بزاف واخا يلاه كليت نقدر نبقى ناكل وما نشبعش كاع. واحد اللحظه جاني الجوع قلت له وقف في الطوموبيل. وقفنا عند واحد مول الحانوت خديت من عنده 3 طونيك خلصاتو الوالده طلعت جبد لي واحد العصير باش ندوز به حتى لقاتني طويت ديك 3 طونيك وخشيتهم كاملين بحال هكاك في فمي بديت كندغ فيهم. مول الحانوت شاد داك الفلوس في يدي وكيشوف فيا بحال شاف الموت بقى مسمر في بلاصتو وما قادرش كيتحرك. الوالده جراتني وقالت لي صافي شكرا يا سيدي. ركبتني في الطوموبيل ومشينا. ديك البيريود كنت كنمشي للمدرسه عادي ولكن العلاقه ديالي انا وهبه كانت متوتره بزاف. هبه تقلبت 180 درجه بحال ما بقاتش كاع كتحملني. انا كنت عارف شنو كاين واخا نشرح لها ما غاديش تفهمني حيت اصلا كانت كتبان لي من الاول انها ما متيقاش. كانت كل نهار كطرا ليا شي حاجه غريبه كندخل ندوش داك الايد ضروري كتحط عليا خصوصا فاش كنكون عريان. كنحس بها بارده وما فيهاش 5 ديال الصباح كيف ما موالف. ما كنعرفش شحال فيها صراحه حتى فاش كنكون ناعس وتنكون مغطي كنحس بفوشوفه كتقرب ليا. كنحس بلي كاين شي واحد ورايا. كنبقى مجمد في بلاصتي وما قادرش كاع نتحرك. كنحس بها قربات لي لودني وكتقول لي رشيد انا كنبغيك عمرك غادي تخليني ياك. كنحس بالنفس ديالها حدا ودني. كنحس بالبرد ديال النفس ديالها حدا ودني. ما كنتش خاطر نقاوم نتشادى. في واحد الليله كنت ناعس بحال هكا كنت كنحس بالنفس ديالها في ودنيا ولكن الثاني الناس مع ذلك حيت ولفتو وداز عليه بزاف ديال الوقت. الباك مازال ليه سيمانه كان خاصني نكون مرتاح ولكن دوزت العذاب الاليم. ولكن شكون اللي غادي يناود لي هاد الشهاده وغادي يفهمني من غير الوالده. في واحد الليله كنت ناعس حتى ضرباتني الفيقه مع ديك 3 ولكن ما كنتش متكي في بلاصتي هاد المره هادي. لقيت راسي واقف في الشرجم خصوصا اننا حنا ساكنين في الكاتريام. الخوت كانت مازال ليا 5 سنتيم وغادي نطيح. خليت عينيا وانا كامل كنترعد. رجعت دخلت للبيت قلت لها شوف علاش كدير هادشي قلت لي انت ما بغيتينيش وكتحاول تحيدني وتبعدني عليك. قلت لها ما بغيتكش في حياتي. بغيت تلصقني واحد التصرفيقه حتى ما بقى كيبان ليا والو ديك الساعه غير الضباب. الضو ديال البيت مشيت باش نشعلو لقيتو ما كيشعلش. مشيت للبلاصه ديال الباب باغي نحل الباب. الخوت الباب ما كاينش. الباب ما بقاش في بلاصتو كان غير الحيط وكنسمع فوشوفه كتضحك من ورايا. اللحظه ما بقى كيبان ليا والو من غير الضبابه. طحت في الارض وعاود نطت مشيت نيشان للباب ديال البيت عاد لقيتو. بديت كنحل فيه ولكن كان مسدود عاوتاني. بديت كنضرب فيه وكنغوت ماما حتى جات لعندي وحلات لي الباب. عاودت لها داكشي اللي طرا وانا كامل كنترعد وفمي بياض بالخلعه. هاد شويه قالت لي شنو هادشي اللي في وجهك. داتني الحمام كنشوف كان النص ديال وجهي كامل ازرق. ربي شاد الشهاده هي وحده ديال وجهي زرقت. ديك الضربه اللي عطاتني قبيله فوشوفه بقيت غير كنبكي ومصدوم. دازت ديك الليله حتى للصباح
ما قاد لا نهضر لا والو. عيطت لابراهيم داك السيد اللي كان جا ديك المره عند الشوافه ودوك جوج دراري الاخرين صحابو. عاودت ليه شنو وقع، قال لي غادي نجيو عندكم للدار في العشيه. جلست وكنفكر شنو غادي يوقع ليا في العشيه، بغيت الصراحه غير ندوز هاد الباك هذا ونحيدو. ينفو قلت في راسي ديك الساعه هو يصوني ليا التليفون، كان ابراهيم نيت قال لي شوف راه خرجت لينا واحد اللعيبه من الجلب، من هنا السيمانه غادي نجيو. النهار اللي كان غادي يجي فيه كان النهار اللي من ورا الباك، كنا غادي ندوزو 3 ايام. المهم كل ليله كنت كنعيش داك العذاب النفسي، ولكن في نفس الوقت كنت كنحاول نبريباري، كنمشي للقهوه ولا كنجلس غير في الدار. الشاقور مازال ما معود لي حتى شي حاجه، كنت كنتلاقى بيه مره مؤخرا ما كنتش كنشوفو، بعد مرات كعيط ليا كاع وما كنشوفوش. واحد مره هو يشتني في القهوه قال لي شي كنت انت بديتي كتقلب وجهك مالك. قال لي وكنا جالسين في القهوه بديت كنت نخصص عليه تما بحال شي دري صغير، باش ينك فيا قال لي مالك اصاحبي ياك ما وقع لك شي مشكل عاود ليا. باش كنعاود ليه لافير كامله من الاول حتى الاخر، ما كنتش قادر نخبي عليه حتى شي حاجه. الشاقور كيبان لي شد في راسو قال لي يكون خير، تمشي مع دوك خوتنا ويكون خير ان شاء الله، دابا ركز ليا مع الوطني. انا كنبريباريو، لاحظت واحد الحاجه ان كلشي ولا كيجيني ساهل بزاف. الدرس بلا ما كنقراه الاجوبه ديالو كاملين كنلقاهم في راسي. انور باش جات تاكد لقاني غير شاد التليفون غير كندور في الانستغرام، مره كيسولني على شي تمرين، كنقول ليه انا رقم ديال هذا السؤال هذا، تيقول لي الرقم كنجاوبو ديك الساعه بلا ما حتى نشوف ديك السيري ديال التمارين، بلا ما نحط عليها حتى عيني، بلا ما نقراها حتى من قبل. انور لصقني ديك النهار قال لي والله تنمشي نبات معاك. قلت ليه لا صاحبي راه تبات معايا راه غتشوف شي حاجه راسك غيضرك. قال لي والله تنمشي نبات معاك. قلت ليه زيد. مؤخرا كان خويا كريم حيت عارفني مريض بحال هكا تيخليني نعس في البيت ديالو حيت صغير، قلت لهم ان الصالون كبير ومع محلول كيخلاني بزاف. جا عندي انور الوالده فرحات قالت لي غادي يبقى معاك غادي يونسك. في الليل خونا جا الناس قلت ليه صافي ناس. في الليل عاوتاني بديت كنسمع نفس الحاجه، قالت لي بلاتي نمشي عند صاحبك. كنت عارف ان انور فايق وكان كيسمع كلشي، قربات ليه حتى هو بدا كيسمع النفس ديالو وبدا كيسمع السميه ديالو. كتقول لي انور انت صاحب راجلي ياك. انور ما كانش قادر يتحرك مسكين، حتى انا ما كنتش قادر نبعد عليه باش كنقول لها بعدي منه ما تقربيش ليه. في ديك اللحظه شعل الضو ديال البيت وانا نتخطف من بلاصتي، شي واحد شنق عليا بيدي بجوج وكان كبير بزاف، هزني من بلاصتي ويخبطني مع الحيط، رجليا كانوا مهزوزين على الارض. انور كيشوف في ديك المنظر كيشوف فيها شي واحد شانق عليا وهزني مع ديك الحيط ورجليا مهزوزين من الارض. الصوت ديال فوشوفه تبدل وغلط بزاف، قلت لي باقي تقول لي شي حاجه بحال هكا باقي تعطيني الاوامر. قلت لها لا وبديت غير كنطلب فيها. ديك الساعه لقاتني انور ناض وكان فز ديك السروال ديالو حيت انا مولف على هاد الشيء هذا صافي. بديت كنضحك في واحد اللحظه شاف فيا قال لي خويا رشيد انت راك صاحبي، ولكن هاد الشيء اللي شفتو خرب بزاف. هز الشكاره ديالو ديك الساعه وقال لي غادي نمشي للدار. قلت لي جلس صاحبي راه 3 ديال الليل. قال لي اللهم 3 ديال الليل ولا هاد الشيء اللي شفتو عندك في البيت. خرج ديك الساعه ومشى. جا النهار ديال الوطني يبقى كنشوف فيها من بعيد، ما كانتش باغا تدوم معايا كاع حتى انا ما بغيتش نبزز عليها. اول ماده كنا غادي ندوزوها هي الماط. خوكم ما دخل عليه خوت الامتحان سالا في 40 دقيقه، كندوز على داك الشيء وبعد مرات كاع ما كنشوف حتى الاسئله، داك الشيء ما كانش كيدخل للدماغ بحال شي ورقه كانت مكتوبه في عقلي وكنشوفها في الخيال ديالي وكنقل كاع داك الشيء اللي فيها. المواد الاخرين كاملين حتى هما دازوا بحال هكا وساليت الباك. من بعد شي يومين وانا جالس غير في الدار وصل عندي ابراهيم ودوك جوج صحابو، وقف معايا بالطوموبيل وعاودت لهم داك الشيء اللي كان كيطرى ليا مؤخرا، بلي كل ليله كانت كتجي وكتخلي دار بويا. في واحد اللحظه هذيك اللعيبه اللي كانت في جيبي ما بقاتش خدامه، حيداتها وحرقاتها، حتى واحد ما بقى باغي يجلس معايا. حتى من صاحبي انور ما بقاش كيجي عندي كاع، ما بقاش كاع كيسول فيا. قال لي خصنا نمشيو تلقى راسك راه مزروبين. الوالده قالت لي غير سير معاهم ما عندك مناش تخاف. زيد شكاره في داري خبيت فيها الكتاب واش حركت معاهم. طريق طوالت والليل وانا عييت شويه داتني عينيا وضربتني الفيقه حتى لقيت ابراهيم كيفيقني. رشيد نوض وصلنا، نطت بالزربه وكان خصني نعرف راسي فين انايا. زدت لقيت غير واحد البرد في شكال، الصوت ديال البيح ديال الكلاب والدنيا كامله شجر. شو جابنا لهاد الخلا هادي؟ انا في الاول ملي قالوا لي غادي تمشي معنا قلت راه غادي نمشيو لعند شي فقيه ولا شي ضريح بحال ديال بويا عمر، صدقوا جايبيني لشي عروبيه. حطيت رجلي وحلفت ما نرجع للور، بقى ليا ما نخسر. علاش غادي نرجع للدار صافي؟ شنو باقي اكثر من هاد الشيء؟ غير الموت احسن من هاد العذاب هذا كامل. ابراهيم بدا يقول لي يلا راه مزروبين. قال بواحد الطريقه بحال كان باغي يتفك من شي حاجه، كنت تابع شي حاجه. تبعت ودخلنا للدار كاملين. واحد المنظر خايب بزاف شفتو قدامي، كانوا بزاف ديال الناس لداخل ساكنين تما حالتهم تبكي العدو، دراري صغار بنادم كبير رجال كبار بزاف في العمر، حفيانين ومسخين وبنادم كاين اللي مربوط فيهم كاع بالسناسل، بنادم من وجهه كتعرفو مدوز ومعود. قلت السلام عليكم، حتى شي واحد ما جاوبني، ما عرفتش فين نجلس، كلشي بقى كيشوف فيا. كنت باغي نجلس معاهم واحد الدري صغير دو معايا بواحد الصوت غليظ، الدري تكون عنده يلاه شي 10 سنين ولكن الصوت اللي دو عنده شي 70 عام. قال لي سير دخل عندهم لداخل. زدت معاه الهضره،
داكشي كان بحال واحد الكوخ كبير بزاف. ملي غادي داخل داك الباب اللي قال لي الدري الصغير سير ليه، ولا الدري الكبير شكون عارف، ما حليتش هذاك الباب. كيبان لي واحد المنظر في شكل شادين واحد الدريه ومعرينها كامله. الدريه كانت كتبان زوينه ولكن كانت كامله موسخه، الحما كامل كان دم. المنظر اللي شفتو عمرو بغيت ننسى ليا. ديك الساعه جا ابراهيم وجرني وخرج هو وديك خوتنا الاخرين اللي كيجيو معاه ديما، اللي ما كيدويوش كيبقاو غير كيشوفوا. ركبنا عاوتاني في الطوموبيله وخرجنا، كاين غير البرد والظلام. غير هو هاد المره دي بديت كنسمع الصداع في الطوموبيل بحال شي لعيبه كتركل. ما حلو الكفر كيبان ليا ديب. مشيت خوتنا يلا غندور عند ابراهيم، قال لي ما تسولني ما تقول لي حتى شي حاجه، ترى فيك كثرت الاسئله بزاف، من بعد نجاوبك على كلشي. ياك بغيت تفك من هادشي واسكت. نزلوا داك الديب ديك الساعه وربطوه بواحد السناسل وداروا ليه واحد اللعيبه في فمو. حنا غاديين كنبعدو من ديك البلاصه، داك الدري الصغير واقف قدام داك الكوخ اللي كنا فيه وكيشوف فيا. كاين الخلو والقفار تما، اش نقول لكم، غاديين وكل واحد فيهم شنو هاز. انا ما هاز والو غير غادي حداهم وصافي. نزادوا علينا واحد الجوج كانوا هازين شي صنادق. كنا كنوصلوا لواحد البلايصه الديب كان بدا يغوت فيهم. خوتنا كيحطوا ديك الصنادق كيجبدوا منهم الفاس، وعاد كيجي ابراهيم كيجبد واحد الخنشه من جيبو. مع الليل والظلام بزاف ما كانش كيبان ليا شنو كيجبد. بدا يدوز داك اللعيبه اللي كيجبد على داك الارض، كيبداو يحفروا في ديك البلاصه ولكن ما تيلقاو والو. كان كيبان الدار عليهم ان راه كيقلبوا على شي حاجه. بقينا كنزيدو حتى وصلنا للحفره 12، وفي كل حفره كنا كنوقفوا فيها. كان ابراهيم كيهز واحد الزيزواره صغيره وتضرب ليا ايديا، شعطها للديب كيبدا يلحس ليا في ايديا حتى كيلحس ديك الدم اللي تيخرج وكيتسالى. عاد ديك الديب كيبدا يشم في ديك البلاصه. بقينا غاديين حتى للحفره 12 ونفس اللعيبه دارت، ضربوا لي ايديا ولكن هاد المره دي خرج بزاف ديال الدم. الديب بقى كيلحس وانا كنت خايف، فمو كان قريب بزاف، في اي لحظه يقدر يعط يحيد لي اليد كامله. بداو كيحفروا. واحد اللحظه ابراهيم كان مازال كيدوز داكشي اللي كان في ديك الميكه الكحله، مع الليل ما كانش كيبان. واحد اللحظه طاح لي داكشي اللي كان في الميكه الكحله، ما كنشوف. الخوت ايد ديال بنادم مقطوع، صافي راه كان غادي يهرب ليا. ما كرهتش نسد عينيا ونفيق نلقى راسي يلاه كنصيفط ميساج لهيبه نكون يلاه تعرفت عليها، نرجع للاول ويكون هادشي هذا كامل اللي داز في حياتي غير حلم. واحد اللحظه كانوا كيبانوا فرحانين بزاف، بداو تيعنقوا بعضياتهم وبديت كنسمع الغوات. جبدوا واحد الصندوق كبير بزاف، فهمتوا دابا شنو واقع. جبدوا الكنز. انا كنت كنسحب بلي الكنوز راه غير كذوب، ولكن حتى شفت هادشي هذا عاد قدرت نتيقو ونفهم كلشي. وقفت حدا وما بقيت كنشوف. الحاجه الوحيده اللي طاحت لي في بالي هي نهز واحد من داك السيوف اللي كانوا هازين معاهم، قطع عليهم الريوسم، ندفن كلشي ونهز معايا ديك الصندوق ونخبر من هنايا. واخا فوشوفو غادي تبقى معايا حياتي كامله ما كيهمش ديك الساعه. حطوا الصندوق وبداو كيمسحوا فيه، واحد لي السيري بواحد اللافه كبيره بزاف. جا ابراهيم بغى يحل الصندوق، الاخرين قالوا لي بلاتي ماشي دابا. بقينا غاديين حتى وصلنا لواحد الكوخ، حلوا الباب ديالو. ابراهيم هو جبد واحد البيل ديرها من الصباح اصاحبي، طبوا في ديك الكوخ. الكوخ كان كامل حناش، الحيوطه ديالو حناش، الارض السقف. ابراهيم هو يشوف فيها قال لي هادشي داك الحناش الكبير كحل كوبرا. قلت ليه مالو؟ قال لي خصها نخرجوه. ليش كنضحك؟ رجعت للور. واحد اللحظه كندور كيبانوا لي كيشوفوا فيا كاملين وساقلين. قلت لهم شنو كتسناو منين ندخل نجيبو؟ واش دخلتوا ولا مالكم؟ قال لي ما نقدروش حنا ندخلوا، غادي يعطونا، ولكن انت لا. دخل على اللي حسيت بهذيك الساعه الخوت صافي ما نقدرش نعاود لكم، صافي راه كنت كنتمنى نموت. قلت لهم لا لا لا، هاد شويه وانا ندور عند واحد كان كبير مقطر واللي كان مكلف بديك الديب، وهز واحد السيف جر لديك الديب السلسله ديالو. الديب هو يشوف فيا ويخرجني ابو. تميت غادي داخل وكامل كنترعد. قلت صافي ديال الاخر عليا، ما بالي الحنش والله ما قدرت نمد يدي عليه. انا باغي نمد يدي ويدي كترجع غير بوحدها. واحد اللحظه وانا نشنق عليه وانا نخرجو وانا نلوحو ليهم ديك الساعه. فاش شدوه بحال لقاو شي كنز اخر. زدنا واحد شويه وصلنا لواحد البلاصه خاويه. شاف فيا ابراهيم اللي وقفنا كاملين. داك اللي شاد الديب داك الكبير لاح ليه السيف. ابراهيم هو يقول لي خلي الكوبرا حيه وحلها من الوسط. قلت له واش تختي راه غادي نحلها غتموت؟ قال لي دير هادشي اللي قلت لك. بدا كيوريني منين هو من بعد. واحد الاخر بدا كيدوي قال لي السم ديال هاد الكوبرا اللي عطاتك السم ديالها كيوصل للقلب نيشان، كيتخلط لك مع الدم 5 ديال الثواني القلب ديالك كيتجمد، العروقه حتى هما. الضبابه كتشوفها في عينيك ما كاملاش 20 ثانيه الدماغ ديالك كيموت وساليتي. نفس اللحظه اللي هو تيقول داكشي انا كنت شاد ديك الكوبرا ومتكي على ظهرها ويطلق داك السم جا ليا في فمي نيشان وحتى في عينيا، ولكن ما طرا لي والو. داكشي كان عادي، عينيا ما طرا ليهم والو. بديت كنحل في داك الحنش. ملي حليتو بدا الدم تيخرج. ابراهيم قال لي خصك تشرب ديك الدم. صافي انا قلت له واش انت مسطي ولا مالك؟ قال لي واش بغيتي داكشي اللي في كيسالي ولا لا؟ صافي في ديك الخلوه الخيفار هز حنش وكنشرب ليه في الدم ديالو. الرجوطه ديالي ما استحملاتش ديك المذاق اللي كتحس به.
بغيتش نرجع لدارنا، مبقيتش باغي نسمع والو. ما شربتش الدم ديالو، لقيتهم كاملين كيشوفوا فيا، كانوا مصدومين من داكشي اللي كيشوفوه. هاد اللحظه ما بقى كيبان ليا والو، وانا نغيب وطحت في الارض. اخر حاجه كنت كنسمعها هي الديب كلاج، السلاسل كيتخرقبوا والصوت ديالهم هما كيجمعوا في الصنادق والخطاوي ديالهم غاديين وكيبعدوا. كنت مبنش كامل بحال شي واحد مشى للكامل وما قادرش يتحرك، ولكن الوعي ديالي مازال كاين. كنغوت غير في الخيال ديالي بحال شي واحد مصور، الدموع كيخرجوا ليا من عينيا، كنحس بالموت داخلاني صافي. الاحساس اللي كنت كنحس به ما يمكنش ليه يتوصف. اللحظه اللي غادي نبدا نتحرك فيها واحد شويه، غادي نحل عيني وغادي يكون الصباح. يفوا غادي نحل عيني مزيان، غادي يبان لي راسي مكسل في الخلا وعريان، ما لابس حتى شي حاجه، لحمه. غادي كنجري غير كنجري في ديك الطريقه، ولكن كنحس براسي خفيف بزاف. غادي والطريق كامله وانا كنرد حاشاك، كنرد داكشي كحل، بعد مرات داكشي حمر بحال الدم، بحال كنت واكل التراب. كنحس بمصارني باغيين يخرجوا، ولكن من بعد حسيت براسي بحال كنت هاز جبل وحطيتو. واحد اللحظه كنت صادف مع داك الكوخ اللي كنا فيه البارح، اللي كانوا فيه داك بنادم كامل موسخ. تميت داخل ليه وما كان حتى شي واحد تما. حليت داك الباب، الله يسحب ريا راسي، راه ما كاين حتى شي واحد. حتى كنلقى داك البنت اللي كانت البارح جالسه وكانت لابسه مزيان، كانت مبتسمه وكتشوف فيا. قلت لي ما تخافش انا بخير، عرفتك البارح تشوشتي عليا. بس لا راسها وخرجت من تما. غادي خرج وكنسمع فيها هي كتموت بالضحك، وهي اللي هادي مالها. قلت صافي خليها، باغي رجعنا لدارنا ديك الساعه. تميت غادي حتى كنتفكر راسي راه ما لابس حتى شي حاجه، ودخلت عندها وانا عريان. يا رب ليك كثرت الفرحه وكثرت داك الاحساس اللي كنحس به بحال تولدت من جديد. بقيت غادي تقريبا واحد 3 السوايع عاوتاني غير الخلا والقيفار. واحد اللحظه بديت كنشك انني ما غاديش نخرج من هاد الخلا هادي. حتى لواحد شويه كنسمع واحد الصوت، كندور نشوف، كيبان لي واحد الكاميو جاي من بعيد. كتعرف فاش كيكون الصاد وكيبان لك بحال الماء في الطريق، بحال هكا كيبان لي الكاميو. حتى شويه بانت لي الطريق، ولكن كانت مزفته غير شويه صافي. كتعرف ديك الابتسامه ديال الانتصار هي هذيك، ما حيداتش من وجهي. وقفت لخونا وسط الطريق، وقف وبدا كيشوف فيا. قال لي ولدي اش كدير هنايا؟ قلت له عمي قصه طويله لا بديت كنعاود لك ما غاديش نسالي. قال لي طلع مد لي واحد الجلابيه ديالو. قلت لي فين حنايا بعدا؟ قال لي حنا شنقول لك ولدي في هاد البلاصه ما بين الرشيديه وابلشيل. قلت لي فين غادي؟ قال لي غادي لكازا. بديت كنبوس ليه في راسو ويديه، بديت كنت حنا باغي نبوس ليه رجليه. قال لي لا ولدي ماشي مشكل ولدي. انا غادي نطريق كامله هو كيسول فيا وانا كنجاوبو. عاودت ليه القصه ديالي كامله. قال لي ولدي كون ما شفتكش في هاد الحاله هادي ما نشيقكش، ولكن هادشي كيبان لي راه بصح. قلت ليه لا يعيش شي واحد في هادشي هذا. وصلنا لكازا، سولني قال لي فين غادي؟ قلت ليه راه مازال غادي لبن سليمان. قال لي وطلعت انا غادي تما. كثرت الفرحه قلبي كان غادي يسكت. وصلنا لبن سليمان، بقيت كندعي معاه، غادي كنجري معاه. وصلت للدرب بنادم كيشوف فيا، بنادم كيشوف من بعيد وما فاهم والو. هاد اللحظه حتى كندخل للدار، كيبان لي الوالد خوتي جالسين والوالده حتى هي. حالتهم ما كانتش كتفرح. ما شافوني ناضوا تلاحوا ليا، ما تلاحوا ليا. خوكم جا في الارض الجلابيه تهزات، تنقول لكم الخوت مع الملابس والو لتحت. القضيه ترونات. واذا كتقول لي فين كنتي؟ قلت لهم اليوم شحال بعدا. حتى شويه كندور كنسول الوالده، قلت لها شحال داز ديال الوقت؟ قلت لي 3 ايام. واه الحمد لله بعدا. حلقي كنحس به ناشف، واذا جابت لي الماء ديك الساعه كثرت ما بديتش كنشرب شدادني الدوخه. السماع وبديت كنعاود لهم كلشي، قالوا لي كانوا مخلوعين بزاف. المهم نضوجت 3 حوايجي، شديت تليفوني وانا لقيت شي 30 ميساج من عند ايوا كتسول فيها وكتقول لي مالك. كان هذا اول دليل على ان داكشي اللي كان فيا ساله ما حد ديما سولاتش فيا، حيت شحال هادي ما كانتش كتسول كاع. حتى فاش كنت كندوش ما تحطاتش عليا ديك الايد بحال ديما. كليت وكنت عيان بزاف تلحيت الناس. واخيرا غادي نعس بلا احلام، بلا داك الصوت اللي كيجيني في ودنيا، بلا حتى شي حاجه. الحمد لله واش كلشي سالا. فقت بقيت اللي غادي نفيق فيها كانت شي 5 ديال العشيه. مشيت للصالون، كيبان لي الوالد مريح مع الفقيد الشامع ديال الدرب. جلست انا وياهم، والفقيد بدا كيسول فيا شي اسئله وانا تنقول ليه. قال لي بلي راه خصك تعاود تشهد وتعاود تدخل الاسلام من جديد. هو مالي خرجت منه. المهم بديت كنذكر انا وياه الشهاده، دخلت الاسلام من جديد الحمد لله. ابراهيم ودوك خوتنا اللي معاه ما بقيت سمعت عليهم حتى شي اخبار. انا ورجع عندي وعاودت ليه حتى هو، قال لي كون ما شفتش داكشي ديك المره ما غاديش نتيقك. الحمد لله كلشي مشى ورجعت لحياتي طبيعيه من جديد. نسيت ما قلتش لكم الريزلطه ديال الباك خرجات. خوكم ضارب 18. دابا غادي نكمل حياتي طرونكيل، واخا بعض المرات بقاو كيطراو ليا شي حوايج. كيكون بوحدي في الدار خدام القران كيطفى بوحدو، الضوء الا كان شاعل وانا كنقرا القران كيطفى بوحدو حتى هو، ولا شي حاجه كتحرك. كانوا كيحاولوا يخلعوني ولكن والو. دوزت كثار من هادشي هذا، حتى شي حاجه من هادشي ما بقاتش كتخلعني. دابا قلبت على المدرسه اللي غادي ندخل لها انا وهيبه، والعلاقه ديالنا رجعت من جديد مزيانه. المهم الله يجعل البركه.
كنظن هادشي اللي كان في القصه ديالي كامله، واخا بزاف ديال الحوايج حاولت ما نعاودهمش ليكم حيت ما كيدخلوش للعقل البشري. تعذبت بزاف وتكرفصت، ما كنتمنى حتى شي واحد يعيش هادشي هذا. كنشكركم بزاف حيت تبعتوا القصه ديالي. كنعاود نقول لكم اللي كيقلب في هادشي هذا كامل يحبس. اللهم اني قد بلغت. النهايه، السلام عليكم. خليكم مع واحد الضحكه ديال فوشوفه.